ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو جديد. فيديو النهارده ان شاء الله باذن الله هنكمل في المطبوعات بتاعتنا زي ما احنا ماشيين. طبعا الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا عن الكروت الشخصيه، والحمد لله في ناس كتير عملت شغل كويس جدا، في ناس لسه بتبدا. اتمنى انك تشدوا شويه، مش عايزين نتاخر اكتر من كده، احنا عايزين نمشي بشكل احسن. والشباب اللي منتظمه وبتعمل شغلها اكتر باول باول وشايفه شغلها كويس، الله ينور عليكم. وعايزكم تفضلوا على نفس المستوى ده بل واحسن كمان، عشان ان شاء الله باذن الله تقدروا بعد الكورس توصلوا لليفل عالي جدا. وعشان ما اطولش عليك كتير، يلا بينا ندخل بمحتوى الفيديو. النهارده هنكمل في الديجيتال بتاعنا وهنقفل الديجيتال النهارده ان شاء الله باذن الله. يعني هناخد كل ما يخص ديجيتال، من كروت افراح، من شهادات تقدير، من كل شيء النهارده ان شاء الله باذن الله. الموضوع بتاع الفيديو هيكون طويل شويه بس تنفيذه سهل وبسيط. يلا بينا عشان ما اطولش عليك، ننزل بالانترو وبعد الانترو نتقابل. يلا بينا. ورجعنا يا شباب بعد الانترو، يا رب تكونوا بخير. وانا معاكم لحد دلوقتي مستتب، مفيش اي صعوبات، مفيش حاجه قابلتكم. وطبعا لو في اي حاجه قابلتك من صعوبات كلمني وعرفني عشان نكون مع بعض. محدش يتفرج على الفيديو ويلاقي ان في حاجه واقفه معاه ويجي يقول اصل انا حاولت اتعلمها لوحدي. لا، انا معاك وده دوري انا. تمام. طيب النهارده باذن الله هنتكلم عن كذا حاجه النهارده، فالموضوع بتاعنا هيبقى طويل شويه. معانا كل حاجه تخص الديجيتال. ايه كل اللي يخص الديجيتال يا صديقي العزيز؟ معاك اللي هو كارت الفرح، تمام. وكارت الفرح فيه منه اتنين، كارت شعبي وكارت عائلات. ده ليه طباعه شكل وده ليه طباعه شكل، اللي هو ليه الوان معينه والوان معينه وهكذا يعني. تمام. معانا بعد كده شهادات تقدير، معانا بعد كده ان شاء الله باذن الله كروت الحجز، معانا بعد كروت الحجز معانا ايه الاغلفه، معانا حاجات كتير جدا هنتكلم عنها النهارده. يعتبر الفيديو مليان تاسكات، الفيديو حرفيا هتلاقي فيه ممكن 7 ل 8 او 10 تاسكات كمان، فانا عايزك تاخد مهلك خالص جدا لان الفيديو ده فيه كميه شرح كتير جدا. ويلا بينا عشان ما نطولش ندخل على الشرح على طول. يلا بينا. ودخلنا يا صديقي العزيز على واجهه الفوتوشوب بتاعتنا. تعال نبدا باول حاجه نشتغل عليها وهي الاغلفه، عشان هي يعتبر اسهلهم، فانا هبدا بيها عشان هي اسهل حاجه يعتبر. طيب الاغلفه يا باشمهندس معايا منها نوعين، في اغلفه هتطبع طباعات ديجيتال، وفي اغلفه هتطبع معايا طباعات اللي هو بنقول عليها اللي هي السريلات. تمام. طيب اركن لي طباعه السريلات دلوقتي لان ليها الوان معينه وسي ام واي كي وحاجات كده وفكره معينه. انا عايز اشتغل ديجيتال النهارده بس، فديجيتال هنشتغل على الطباعات اللي هي الاغلفه الديجيتال، اللي هو الاي 4 الورقه لوحدها، والاي 3 اللي هو الوش والظهر مع بعض. هنشتغل معاهم النهارده من اول شغل تجميع الماتيريال لحد الشغل نفسه. طيب باشمهندس، افتراضا انا عايز اعمل دلوقتي غلاف الوش لوحده والظهر لوحده، مفيش اي مشكله. افتح يا باشا اول حاجه معاك مقاس الاي 4. ريزوليوشن كام يا باشمهندس؟ اي حاجه تندرج تحت كلمه ديجيتال. ريزوليوشن 300. الله ينور عليك، انت فاهم. اي حد ما جاوبش الاجابه دي بنفس النهج اللي انا بقوله انت ماشي غلط. احنا نعتبر 7 مره نقولها او 8 مره. تمام. طيب كلر مود يا باشمهندس سي ام واي كي. يا باشمهندس طباعه، استنى بس، هو ايه اللي سي ام واي كي طباعه؟ وانا مش اتكلمت وقلت الديجيتال يا جماعه حبر بودره يبقى ار جي بي؟ طيب يبقى انا معايا دلوقتي الطباعه بتاعتي ار جي بي 300 ريزوليوشن ومقاس الاي 4 عادي، وهكريت الفايل بتاعي زي الشكل دوت. قبل ما اعمل اي حاجه هاجي معايا على قائمه فيو نيو جايد لاي اوت، وابدا احط النص سنتي بتاعي الامان. طيب يا باشمهندس احنا دلوقتي عايزين نعمل مثلا فكره غلاف، تمام. هنشتغل سوا مع بعض. انا مثلا ممكن اختار غلاف لايه مثلا، وليكن نقول ماده ايه، ماده كيمياء. الكيمياء عندي في منها جزئين، عندي جزء كهربيه وعندي جزء العضويه. طيب انا عشان اعمل غلاف لازم اعمل غلاف يا اما بيناشد الجزء ده يا اما بيناشد الجزء ده يا اما بيناشد الجزئين، الوش بشكل والظهر بشكل. طيب باشمهندس اول حاجه لازم اجيبها ايه؟ الباك جراوند. الباك جراوند بتاعتها هتشتغل على حاجه ليها علاقه بايه؟ بالكيمستري، صح؟ انا ممكن اجي عندي الحل الاول، انا اجي اكتب كلمه كيمستري بالشكل ده كده يا صديقي العزيز، وابدا اشوف ايه اللي هيظهر لي. هاجي هنا كلمه كيمستري عادي جدا، تمام، تظهر لي السيرش زي ما انت شايف. هاجي زي ما احنا اتعودنا نعمل اونلي اي جنريشن، انا عايز اشوف الصور الاي اي، هتلاقي معاك الصور اللي انت شايفها بالمنظر ده. طيب انا ممكن ادور شويه لحد ما اوصل لفكره معينه. طيب انا كمحمود مثلا حاسس ان انا عشان اجيب كيمياء، تمام، فانا ممكن اربطها باحداث بريكنج باد، فانا ممكن اجيب لابوراتوري اللي هو معمل، تمام. فانا هاجي اكتب هنا كلمه معمل، تمام، اللي هو كيمستري لاب، ماشي بالشكل ده، كيمستري لاب اهوت بالظبط كده يا صديقي العزيز، اهيت مكتوبه اصلا عندي كده كده، تمام، اهي. واعمل سيرش هبص هتلاقي الاشكال معايا زي ما انت شايف. تمام. انا ممكن اجيب صوره معمل بس تكون صوره ايه يعني لطيفه شويه، يعني بس ما فيهاش كميه الوان كتير عشان ما توجعليش عيني وتتعبني. طيب هبدا ادور معايا واعمل سيرش عادي جدا، تمام اهوت، وابدا انزل لحد ما اوصل لفكره صوره كويسه. اي حاجه خلي بالك في الفيديو ده انت هتلاقي الماتيريال بتاعتها تحت زي ما انت اتعودت مني. ممكن انا اخد مثلا صوره زي دي، انا حاسس ان الصوره زي دي هتكون كويسه معايا نوعا ما، ماشي، هتكون لطيفه. هاجي اخد صوره زي دي يا صديقي العزيز وابدا اعمل لها داونلود. انا كده جبت اول حاجه الباك جراوند بتاعتي. تعال نخش على الداونلود نجيب الباك جراوند على طول وندخلها معانا فين؟ ندخلها معانا صديقي العزيز على الشغل بتاعنا.
هنظبط الحجم بتاعها. الحجم بتاعها وليكن اداني المنظر ده. انا هكملها بايه؟ هكملها بالاي اي زي ما اتعودنا. طبعا الملف بالاي اي المتكمله هتلاقيه عندك فين؟ في الديسكربشن تحت. الله ينور عليك، في ملف الدرايف. وخش ملف الدرايف وركز فيه، لان انا ساعات بحط لك هدايا ومش بقول لك عليها يعني، بس اللي بيدخل هو اللي بيلاقيها، فونتات بقى وهدايا كتير. تمام. طيب نستنى لما يكمل اي اي وارجع لك تاني بعد ما اكملها اي اي. طيب وبعد ما كملنا الصوره بالاي اي يا صديقي العزيز، هبدا اجمع الثلاثه لايرز بتوعي واعمل لهم كونفيرت تو سمارت اوبجكت عشان يبقوا ايه؟ صوره واحده زي ما اتعودنا. طيب باشمهندس تعال نفهم دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه. مثلا نحط وليكن صوره المدرس. انا مثلا ممكن اجي استغنى عن صوره المدرس لان انا معيش صوره دلوقتي، فعايز احط صوره كرتونيه ليها علاقه بالكيمياء. تمام. فانا هاجي اكتب كيمستري. تمام. بكتب كاركتر جنبها مثلا، واجي اكتب جنبها كرتونيك. تمام. بحيث ان هو يطلع لي شخصيه كيميائيه كرتونيه بالشكل اللي انت شايفه قدامك دوت. انا هبدا ابص معايا، تلاقي عندك الاشكال دي كلها، هبدا ادور على شكل مناسب بالنسبه لي. تمام. انا مثلا ممكن اخد صوره زي دي، بس انا ايه مش حابب اخش معاك في تفاصيل كتير عشان انت ايه الموضوع معاك ما يطولش. تعال نشوف شخصيه كيمياء تكون كويسه، مدرس مثلا كيمياء يكون شكله كويس. وليكن انا شايف ان الشخصيه دي لو اتحط على الغلاف عندي هتبقى شكلها كويس. ممكن اجي من هنا من فري بيك واعمل ريموف باك جراوند، اشوف هل هيشيل الباك جراوند بشكل مناسب ولا لا. لو ما شيلهاش هاخدها انا واشيلها انا. تمام. وشباب كتير تركز في حته ازاله الخلفيه دي يا شباب، عشان انا شرحتها اكتر من مره. فلما حضرتك تيجي تقول انا ما بعرفش اشيل الخلفيه لحد النهارده، يبقى انت ماشي غلط. ارجع راجع الفيديوهات. طيب هنا شال الخلفيه بشكل صحيح. هبدا اعمل داونلود للصوره، واخد الصوره معايا صديقي العزيز وادخلها معايا فين؟ على الشغل بتاعي. وطبعا هظبط الحجم بتاعها، يعني مثلا هظبط الحجم بتاعها كذا. تمام. وهخفي الباك جراوند وهاجي اكمل الجزء اللي تحت للصوره دوت عشان اقدر اشتغل عليها. تمام. عشان الحجم بتاعها ما يبقاش كبير قوي في الغلاف بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت. نكملها ونرجع لبعض تاني. وبعد ما كملتها صديقي العزيز هبدا اجي اعمل سيلكت للباك جراوند ديت. اولا هدمج بس الصورتين، وبعد كده اعمل سيلكت سبجكت عشان اقص الباك جراوند البيضه اللي ورا ديت. تمام. هنشوف دلوقتي ونخلص السلكشن ونكون تمام معاك. دلوقتي هو عمل وليكن سيلكت، هعمل ماسك عشان يشيل الباك جراوند البيضاء، وبالفعل هو شالها. وبعد ما عملنا سيلكشن يا صديقي العزيز على الشكل بتاعنا، هنبدا نيجي نعمل اريز لكل الاماكن اللي فيها اخطاء زي دي. هبدا اجيب الاريزر تول معايا واعدي على الاماكن اللي فيها اخطاء. وركز بالله عليك وانت بتمسح الكلام دوت عشان ما تسيبش اي غلط، لا قدر الله حد ينتقدك او حد معنى الكلمه يعدل عليك. فانت ما تخليش حد يعدل عليك، عدل انت على نفسك وتابع انت الصوره بحذافيرها حرفيا. انت ما وراكش حاجه، خد راحتك خالص وانت شغال. تمام. واجي امسح كل الابيض ده. شوف حتى الحته الصغيره دي لازم تتمسح عشان ممكن حد يشوفها ويعلق عليها، فانا مش عايز ان حد يعلق عليا، فانا اوتوماتيك انا اللي بعمل شغلي بشكل صحيح. تمام. هاجي دلوقتي يا صديقي العزيز برضو الجزء الابيض اللي تحت دوت، هجيب مثلا الماسكولار تول واسلكته كل مره واحده واعمل له ديليت من الكيبورد. هاجي دلوقتي شخصيه معايا ابدا اصغر الحجم بتاعها شويه. تمام. وابدا ارفع الصوره بتاعتها. ثواني نظبط حجمها ونرفع الصوره بتاعتها بالشكل دوت. تمام. انا عندي حل من الاثنين، ممكن ارفعه واحطه في المكان ده كده. تمام. وبعد كده ابدا احط الكلمه هنا كده في الجزء ده عشان تداري الجزء اللي مقطوع من الصوره. طيب ازاي يعني؟ يعني مثلا وليكن اسم المدرس ده ايه؟ وليكن هنفترض اللي هو مثلا محمد مثلا، وليكن محمد مثلا نقول ايه؟ محمد علام وليكن. تمام. فهاجي عندي حلين، يا اما هكتب محمد علام بالستايل عادي جدا بالتكست وبعد كده اعمل له ستايل. يعني انا هاجي كده هقول له محمد اهوت علام. تمام. وطبعا هختار اللي هو الفونت بتاعي، هدور على فونت يكون مناسب ليا. هطلع فوق في الفونتات معايا، واي حد عنده مشكله في الفونتات عندك الموقعين اللي اتكلمنا عنهم. الموقع الاول يا صديقي عايزه هو عرب فونتس و1001 فونت، عرب فونتس للفونتات العربي و1001 فونت للفونتات الانجليزي. تمام. وعندك المكتبه لو انت مش عايز تدور وتتعب نفسك اشتري المكتبه اريح لك، هتخلص معاك الموضوع كله. عندي حلين بس يا صديقي عايز، يا اما انا هاجي واختار فونت زي ما انا اخترته كده، وبعد كده اكبر السايز بتاعه واظبطه على قد الصوره بتاعتي. وبعد كده يا صديقي عايز اجي على قائمه ستايل واديله ستايل من الستايلات اللي انا كنت سايبها لك في فيديو الستايلات. تمام. يا اما عندي الحاجه الثانيه وهي الاريح ليا، ان انا ممكن ادخل من فين يا صديقي العزيز؟ ادخل على فري بيك واجيب ستايل 3 دي جاهز. وليكن انا هنا ممكن اقتنع مثلا باي ستايل من الستايلات اللي عندي، وليكن ستايل زي ده هيكون كويس جدا. واجي من هنا اظبط بقى في الستايل شويه. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ممكن اديله ستروك ابيض الستايل، ازود له ستروك كمان، واجي على الستروك اخليه باللون الابيض. ركز في كل المعلومات اللي انا بقولها ديت. واجي باللون الابيض ازوم الابيض شويه. تمام. بالمنظر اللي شايفه قدامك دوت. وهاجي يا صديقي العزيز اوقف الدروب شادو واضيف لاير فاضيه ما بين الشخص والتكست، وابدا اجي اجيب اللي هو البراش تول بتاعتي واخلي لونها ابيض، وابدا اضيف الابيض اللي في الاماكن دي اللي مش موجود. تمام. عشان اظبط الكلمه بتاعتي بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت. ممكن اجي برضو على المدرس نفسه اللي هي الصوره نفسها وازود لها ستروك ابيض حواليها يحددها. تمام. واجي هنا كلمه محمد علام برضو اضيف فيها كلمه مستر ام ار
تمام بالشكل ده. واجي اغير برضو الفونت بتاعه واجيب له فونت يكون مشبك شويه، تمام بمعنى الكلمه، عشان ايه يبان ان هو في لعب شويتين بالشكل اللي انت شايفه قدامك دوت. واصغر طبعا كلمه ام ار شويه اهيت، واحط كلمه ام ار هنا كده بالشكل ده صديقي العزيز. واجي طبعا هقلل الاستروك شويه لان الاستروك برضو بتاعها كبير جدا اللي هو الابيض، تمام اهوت. واجي هنا على اللاير برضو الفاضيه وامسك البراش تول بتاعتي واملى الفراغات دي كلها بالابيض. وخد راحتك وبراحتك خالص اشتغل، وخلي الموضوع بالنسبه لك يكون لطيف، مش موضوع مجبر عليه او موضوع مزعج ليك. اشتغل بالموضوع بحب عشان تلاقي نفسك بتطلع تصميم كويس. يعني انت هنخلص التصميم ده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله يطلع كويس، واحنا لسه بنشتغلوا سوا. على فكره انا ما حددتش ايه اللي هعمله في الفيديو ولا التاسك هيكون ايه، انا لسه بشتغل معاك. مش عايز اجيب لك تاسك جاهز عشان ما تفتكرش ان انا بشرح لك على حاجه انا عاملها قبل كده، لا انا عايز حاجه نشتغلها سوا، نتعب فيها سوا ونطلع نفس النتيجه. اهو يا صديقي العزيز كتبنا ام ار محمد علام. هبدا اضيف تحت ريكتانجل ابيض هنا كده عشان احط عليه معلومات التواصل زي الواتساب وهكذا، واكتب اسم السلسله في المكان ده كده. هاجي على الصوره وعلى محمد علام برضو رخره، ثواني بس نرفع ريكتانجل فوقهم، ومستر ومحمد علام، اعمل لها سيلكت مع الصوره واللاير، وابدا انزل الصوره واللاير تحت شويه عشان اسيب مكان فوق للكتابه. تمام. ممكن اجي للمدرس والله واعمل له بقى يا ستروك ابيض يا اوتر جلو، اي حاجه من الاثنين عادي جدا. هاجي هنا مثلا اعمل له كلر واخليه ابيض افتراضا يا صديقي العزيز، وازود الابيض بتاعي بالمنظر ده. وطبعا هملا الفراغات اللي هنا ديت. فهعملها ازاي؟ هضيف لاير فاضيه هنا الاول، واجيب البراش تول بتاعتي باللون الابيض واملا الفراغات دي يا صديقي العزيز. اهم حاجه يكون اللاير ده تحت الصوره مش فوق الصوره. طيب انا اكتشفت ان في الشعر هنا في الوان وليكن طالعه، هاجي اقف على الماسك واجيب الاريزر تول بتاعتي، تمام، واجي ادلت الاماكن دي كلها اللي فيها مشاكل بالشكل اللي انت شايفه دوت، وبالراحه عشان ما تبوظش الدنيا. يعني انا بمشي سنه سنه مع الشعرايه عشان ما ابوظش الدنيا عادي جدا. تمام. والله انت بقى عندك حل من الاثنين. طبعا دي عشان صوره كانت كرتونيك فكان فيها الوان كتير، طبعا لو مدرس باعت لك صورته مش هيبقى فيها كميه الالوان اللي موجوده هنا دي، فالموضوع بالنسبه لك هيبقى اسهل بكتير. تمام. ببدا انا ادلت كل الاماكن اللي انا شايف ان فيها مشاكل، وبالراحه خالص بتابع مع الصوره بتاعتي لحد ما ما اخلصها. هخلص ديليت يا صديقي العزيز وارجع لك من تاني. ودلوقتي يا صديقي بعد ما خلصت اريز للصوره بتاعتي بالشكل دوت، تمام، انا ملاحظ دلوقتي معايا ان الباك جراوند واخده سطوع ازيد من اللازم. هعمل ايه؟ هاجي اقف على الباك جراوند وعلى فلتر على بلور جاليري فيلد بلور، وابدا اديها بلور خفيف. طيب ليه يا باشمهندس بتديها البلور دوت؟ عشان انا عايز التركيز يكون على الصوره والاسم مش على الباك جراوند نفسها. تمام. فبعد يا صديقي عايز ما عملنا بلور بالمنظر اللي شايفه قدامك دوت، هبدا اجي احط اسم السلسله هنا برضو. عندي حل من الاثنين. الحل الثاني بقى خلينا مثلا نعمله الاسم السلسله وليكن هنيجي هنا نكتب مثلا 3 دي فونت، تمام، 3 دي فونت. وبحكم ان انت لسه ما تعرفش تشتغل 3 دي فونت على الاستريتور، فاحنا هنختار ملفات البي اس دي فقط، وابدا ابص على 3 دي فونت معايا. ركز، انا مش بختار اي فونت وخلاص، لا، انا معايا هنا درجات الالوان ايه. اول حاجه الباك جراوند فيها اخضر، هنا معايا اصفر وبرتقاني، يبقى انا معايا يا هختار حاجه فيها اخضر يا اصفر وبرتقاني زي مثلا بويز دي مثلا. تمام. معايا حاجه وليكن زي ايه، ممكن ادور على حاجه زي الستايلات اللي انا بحبها واللي انا بشتغل بيها معظم الوقت، تمام، اللي هي بتاعه جود فايبس، تمام، اللي هي ديت اللي هي جود فايبس ديت بس اللون الازرق منها. فانا لو دوست عليها مثلا كده هتلاقيه مطلع لي اللي هي الازرق منها، هتلاقيها عند نفس الشخص جوه في البروفايل بتاعه. تمام. فلو جينا نزلنا هتلاقي مثلا عنده اللي هو جود فايبس اللي هي ايه الزرقاء رخره برده، اللي هي الازرق دي شكلها الطف بكتير من اللي هو من الاورنج. فهنزل معايا صديقي العزيز اوصل لجود فايبس اللي هي الازرق، تمام، ونبدا نشتغل بيها. طيب انا اختصارا للوقت انا كده كده عندي الماتيريال على الجهاز، هدخل اشتغل اجيب الماتيريال وارجع لك تاني. وبعد ما جبت الماتيريال يا صديقي العزيز هبدا هنا بقى اعدل على اسم السلسله. هدخل على الفايل اللي احنا بنعدل فيه، تمام. انا مثلا افتراضا وليكن لو طلع لك مشكله زي ده عشان تبقى عارف من دلوقتي، يبقى انت الفونت ده مش عندك. انا اسم السلسله، تمام، هخليه مثلا نيوتن. طيب انا عندي دلوقتي عايز احمل الفونت ده يا باشمهندس زيك عندي المشكله دي. شايف الاسم اللي مكتوب هنا ده اسم الفونت يا صديقي العزيز اللي هو لاكست جاي ريجولار. فانا لما هاجي هنا انا طبعا كنت محمله قبل كده، فهبص اعمل لاكست جاي، تمام، اهوت انا كنت عامل سيرش عليه قبل كده، فهبدا احمله يا صديقي العزيز عادي جدا. هبدا اعمل داونلود للفونت بتاعي، تمام، وبعد ما اعمل له داونلود هروح اعمل له انستول عادي جدا. انا ماشي معاك خطوه بخطوه، ما رضيتش اسطب حاجه في الاول، ما رضيتش اعمل اي حاجه لوحدي عشان يبقى كل حاجه قدامك، تمام. وهاجي هنا صديقي العزيز اسطب الفونت بتاعي انستول في الاور يوزر، مش انستول عادي، انستول لكل اليوزرز اللي على الجهاز، تمام.
هدخل معايا دلوقتي اعمل كانسل. تمام، هو دلوقتي بيلودنج الفونت. انا مش عارف، في ناس بتقول لي ان هو الفونت ما بيلودش عندها لما بتعمل ريستارت، ممكن تكون على حسب النسخه او على حسب الجهاز. تمام، انا عندي هو بيلود الفونت اهو عادي جدا بعدها. فانا حاليا يا صديقي العزيز هكتب اسم السلسله بتاعتي اللي هو نيوتن. تمام، بالشكل ده كده. تمام، نيوتن اهوت، وابدا اعمل سيف. طيب يا باشمهندس الفونت بتاعي خارج لبره، صغر الفونت. لا يا صديقي العزيز، هتيجي تعمل بالكروب تول وتوسع الكادر بتاعك لحد اخر لحد الكلمه نفسها. تمام، انا وليكن معايا كده ده اخر الكلمه. تمام، هنصلح بس نيوتن عشان هي ما فيهاش اي في الاخر تقريبا. تمام، وبعد تعديل كلمه نيوتن يا صديقي العزيز هبدا اعمل سيف للفايل بتاعي بالمنظر دوت. وهرجع لايه يا باشا؟ هرجع للبي اس دي بتاعي الاساسي اللي هو فيه الكلمه. زي ما انت شايف دلوقتي الكلمه اتطبقت معايا. هبدا اعمل ايه؟ هبدا اول حاجه اخفي الباك جراوند، اخفي الاكسبلين. تعالى معايا بقى على التكست نفسه. انا عايز التكست بس مش عايز الشادو بتاعه. هبدا اعمل ايه؟ هفتح قائمه تكست افكت وابدا انزل معايا تحت، هتلاقي عندك كلمه شادو اهي. هبدا اقفل الشادو معايا بالمنظر دوت. وبعد كده هعمل كنترول شيفت الت اي يا صديقي العزيز، هيقفل لي الفايل بتاعي كلاير هنا اهوت. الفونت بتاعي دلوقتي بقى لاير. تمام، مجرد ما اسحبه وادخله معايا على هنا كده في الشكل دوت، وابدا اصغر الحجم بتاعه يا صديقي العزيز بالمنظر دوت. تمام، وليكن افتراضا واخليه في السنتر بتاع الغلاف. واجي هنا اعمل له ستروك ابيض. تمام، تعالى بس نرفعه فوق اللايرز كلها ونعمل له الستروك الابيض بتاعنا العادي. تمام، نكبر الستروك شويه. واجي تحت منه اعمل ريكتانجل ابيض يا صديقي العزيز. هاجي هنا كده وابدا ارسم ريكتانجل ابيض بالمنظر دوت. تمام، انا كده معايا يعتبر كتبت كلمه نيوتن وظبطتها وعملت اسم السلسله وعملت الكتاب نفسه. طيب تعالى بص معايا دلوقتي، هتلاقي الكتاب معاك بقى ليه منظر. طيب فاضل لي ايه؟ فاضل لي انا اضيف ارقام موبايلات واللوكيشن قصدي والويب سايت والكلام ده كله. انت ضيفها براحتك. انا بالنسبه لي دلوقتي عايز اعرض بقى الغلاف ده يا صديقي العزيز على العميل. اعرضه ازاي؟ هعمل كنترول شيفت الت اي عشان اقفله كلاير واحده. وبعد كده ادخل على فري بيك. تمام، واكتب معايا بوك موك اب. طيب باشمهندس انت بتعرض على موك ابس مش موجوده على فري بيك او ما بنشوفهاش قبل كده، لان الموك ابس اللي معايا يا صديقي العزيز موك ابس مدفوعه. اللي على فري بيك هي موك ابس مجانيه. فانا الموك ابس مدفوعه موجوده عندي في قلب المكتبه، تقدر تدخل تطلبها مني. طيب هدخل انا اجيب موك اب من الموك ابس اللي انا بشتغل بيها على طول، وابدا اعرض عليها الشغل بتاعي. وليكن فمثلا ندخل على اي عميل من العملاء اللي احنا عاملين لهم شغل قبل كده. تمام، ونجيب الموك اب من عندهم يا صديقي العزيز بالمنظر دوت. هاجي بعد ما جبت الموك اب عايز اعرض بقى الغلاف دوت. هاجي دلوقتي اعرضه على ايه؟ على الموك اب نفسه. تعالى معايا الموك اب يحمل واوريك دلوقتي هنعرضه ازاي. وبعد ما الموك اب حمل يا صديقي العزيز، لو انت شايل المكتبه هيظهر لك الموك اب بالمنظر دوت. عندك 4 لايرز سمارت، 1 2 3 4. 1 2 3 4. ده بتاع الغلاف بتاع الظهر، وده مسطره الظهر، وده غلاف الوش، ودي مسطره الوش. فانا هاجي هنا اقف على غلاف الوش مثلا. تمام، اللي هو بالمنظر دوت، وابدا امسح الموك ابس القديمه. واجي اخد الغلاف بتاعي واعمل له كنترول تي واظبطه على قد البتاع بالظبط، على قد اللي هو ايه الفريم بتاعي بالظبط. طيب يا باشمهندس ده الغلاف قصير عادي جدا، ده موك اب، فمش مش هيفرق معاك شكل الكتاب لما تمطه. فاهمني ليه؟ ده موك اب وده معروف ان هي موك اب. هاجي ادخل على الموك اب بتاعي زي ما انت شايف دلوقتي، احنا عرضنا البتاع. هاجي على المسطره، فانا عايز اعمل مسطره بنفس لون الكتاب. هاخد الغلاف معايا بالمنظر ده يا صديقي العزيز وكنترول تي واظبط الحجم بتاعه على قد الشكل بالظبط بالشكل دوت. تمام، واجي هنا امط الغلاف شويه عشان يديني اللون الاخضر اللي انت شايفه قدامك دوت. تمام اهو يا صديقي العزيز، واعمل كنترول اس برضو وارجع للموك اب بتاعي. بص كده منظر الغلاف معاك. تمام، وطبعا هنطبق نفس الخطوات على الشكل التاني، هطبقها وارجع لك تاني. فبص معايا دلوقتي يا صديقي العزيز، شكل غلاف زي دوت اخد مننا بالظبط شغل 10 دقائق. تمام، او اقل من 10 دقائق كمان. في الاخر طلع الغلاف بالمنظر ده. طبعا العميل هيدفع فيه فلوس عادي جدا وهيقيمه، وهتلاقي الشغل بتاعك هيعجبه جدا وهيرجع لك من تاني. متخيل بقى كمان لو غيرنا كلمه محمد علام ببرضه نفس الفونت 3 دي، هيكون حاجه قمه في الروعه. انت متخيل غلاف كلفنا بالظبط صورتين وكلمتين وفونت 3 دي وستايل وموك اب بس كده، حرفيا شغل اقل من ساعه. فحرفيا مجال الاغلفه مجال مفتوح، وتقدر تطلع منه فلوس كبيره جدا بحاجات بسيطه جدا وباداء بسيط جدا. بس اهم حاجه انك يعني تتقي ربنا وتشتغل بضمير. يعني ايه تشتغل بضمير؟ يعني بالراحه وانت شغال، اي اخطاء تصلحها، اي الوان غلط تصلحها، كل الكلام ده تمشي عليه لان ده شغلك. طيب باشمهندس، هو انت طلعت الفكره ازاي؟ طلعت الفكره بان انا جيت حطيت الماده قدامي او العنصر اللي انا هشتغل عليه، وطلعت الكلام اللي انا عايز اعدله عليه. يعني ايه؟ هو دلوقتي مدرس كيمياء، اكيد الكيمياء هيتعرض لحاجتين، لمعمل عشان المعمل بيعمل فيه التجارب الكيميائيه بتاعته، فاهم قصدي؟ فانت اهم حاجه ان انت العناصر اللي تستخدمها زي ما قلت لك لازم يكون لها ارتباط اساسي معاك يا صديقي العزيز بايه؟ بالفكره اللي انت عايز تشتغلها. ما تجيش تقول لي غلاف كيمياء وجايب لي من وراه علوم بيئه او ارض او مثلا او سحاب او واحد على المريخ، ملوش علاقه. فاهمني؟ دي ملهاش علاقه بدي. الفيزياء ما تجيش تجيب لي بتاع الهيرودوت بتاع الفلسفه، ده حاجه وده حاجه يا صديقي العزيز. فاهمني؟ كل شيء لازم تحط له الماتيريال بتاعته. طيب
عشان ما نطولش كتير يلا بينا ندخل على الديزاين التاني، يلا بينا على طول. طيب ويلا بينا دلوقتي بقى نبدا بالتاسك التاني معانا، وهو ان احنا ازاي نعمل غلاف الكتاب بتاعنا بس الورقتين جنب بعض. ركز معايا في نقطه، احنا زي ما انت شايف قدامك حاليا ده مقاس الورقه الاي 4، تعالى نجيبه سنتيمتر، يعني 21 في 29 و7. طيب لو جيت بصيت معايا زي ما انا قلت لك، هو الاي 3 هو مقاس الاي 4 الضعف. طيب تعالى نبص على الاي 3 وليكن كده، تعالى نجيب مقاس الاي 3 من هنا ونبدا نبص على مقاس الاي 3 بالسنتيمتر. طبعا هنقلب التصميم بالعرض، فاحنا دلوقتي معانا الارتفاع هيبقى 29 و7 زي ما هو موجود في الاي 4، لان ده الارتفاع مش هيتغير، مش هيبقى العرض طبعا، الارتفاع حاجه ثابته، لان احنا اللي هيزيد معانا هو عرض بس مش الارتفاع. طيب الارتفاع هناك كان 21، هنا بقى 42 يعني الضعف. طيب هل بنغير في الريزولوشن؟ هل بنغير في الكلر مود؟ لا، بنغير في حاله ايه بقى يا باشمهندس؟ بنغير في حاله يا صديقي العزيز ان دلوقتي احنا هنطبع طباعه كميات ولا طباعه قليله. لو كميات فبنطبع نظام السريلات، يعني الطباعه بتاعتنا هتبقى CMYK. لكن لو هنطبع نظام اللي هو عدد قليل فهنطبع RGB، يعني على المكن الديجيتال، فاهم قصدي؟ طيب هنكريت دلوقتي اكننا هنطبع على المكن الديجيتال. طيب تعال نشتغل مع بعض ونبص هنقسم الورقه بتاعتنا ازاي. اول حاجه يا صديقي العزيز اللي احنا بنعملها، وان احنا بنعمل النص سنتي بتاعنا الامان، صح؟ هنيجي على نيو جايد لاي اوت، وهنبدا نسيب نص سنتي داير ما يدور على البروفايل بتاعنا او على الشيب بتاعنا. طيب بعد كده احنا عايزين من هنا 21 سم ومن هنا 21 سم، فانا هاجي هنا على في قائمه فيو واجي على جايد واعمل نيو جايد واخليه 21 سم بالظبط. تمام، فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال يا صديقي العزيز يعني ارتفاع، هوريزونتال يعني عرض، احنا عايزينه بالارتفاع، فاحنا بالنسبه لنا هنختار 21 فيرتيكال. تمام، ونبدا نكريت اوكي. شايف كده الشكل معانا يا صديقي العزيز؟ ده كده النص دوت بتاع الوش او الظهر، والنص ده بتاع الوش او الظهر، على حسب ايه بقى؟ على حسب الكتاب عربي ولا انجليزي. طيب الكتاب لو عربي يعني بيفتح من ناحيه اليمين، يبقى انت ايدك اليمين دي هتبقى ايه يا صديقي العزيز؟ هتبقى الوش. لكن لو انجليزي هتبقى ايدك الشمال، لان ايدك الشمال هي ايه؟ الانجليزي. طيب هل الكلام ده هيطبق معايا في التنفيذ؟ لا. ليه بقى؟ لان الغلاف ده هيلف على الكتاب، فانا لما هاجي احط الغلاف بتاعي ناحيه الشمال فهو اوتوماتيك هيفتح ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين. يبقى انا بالنسبه لي لو شغل عربي احط الوش بتاعي هنا ناحيه الشمال مش ناحيه اليمين. طب ازاي يا باشمهندس؟ لان ناحيه اليمين يبقى الفتح بتاعه ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال، يبقى ده كتاب ايه؟ كتاب انجليزي. لكن الكتاب العربي بيبقى الوش بتاعه ناحيه الشمال عشان يفتح في اتجاه اليمين، فاهم قصدي؟ يبقى يا صديقي العزيز هناخد كل حاجه وعكسها، العربي بيفتح ناحيه اليمين يبقى انا الغلاف بتاعي هيتصمم ناحيه الشمال اللي هو الوش. طيب الكتاب بتاعي بيفتح ناحيه الشمال عشان هو انجليزي، يبقى معايا التصميم بتاعه هيبقى ناحيه اليمين. تمام، فاهم الفكره ديت؟ يبقى انا لما هصمم هنا الكتاب بتاعي هيتفتح ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال، فكده انا ماشي انجليزي. هصمم هنا يبقى انا الوش بتاعي هيتفتح ناحيه ايه؟ ناحيه اليمين، يبقى انا بصمم عربي. واضح الفكره؟ طيب تعال نشتغل مع بعض التصميم. انا وليكن مثلا عايز اعمل كتاب وليكن غلاف عربي، ابدا اشتغل ازاي؟ وليكن انا هوريك غلاف انا نفذته عربي ونبدا ننفذه سوا دلوقتي. يلا بينا يلا بينا. طيب لو جيت بصيت معايا على الشكل اللي قدامك ده كده غلاف عربي، غلاف كتاب عربي كنت منفذه لعميل. تمام، فالعميل ده كان من بره مصر، فانا خدت منه مجرد التفاصيل بدات انا اشتغل عليه. طيب لو خدت بالك اول حاجه انا جبت باترن عربي حطه في الباك جراوند، هو حب يعمل حاجه اولد فيجن شويه، حب يعمل حاجه تكون بمعنى الكلمه بتستوحي ان اللغه العربيه دي من اللغات القديمه، فانا حبيت ان انا احط له الوان داكنه. تمام، على عكس باقي كتب العربي ممكن تلاقي الوانها فاتحه، بس في الاغلب معظم الكتب بتاعه العربي بالذات بتبقى بالالوان الداكنه. ليه؟ اللون الداكن بيدل على عراقه وادامه الحاجه اللي انت اللي هو في الكتاب ديت. فانا بالنسبه لي اللغه العربيه هي من اقدم اللغات على فكره على وجه الارض، فبالنسبه لي كان لازم اديها ايحاء ان هي لغه قديمه والشيب بتاعها هيكون قديم، وبدات اجيب لها باترن يكون باللغه العربيه. ده جبته من على شاتر ستوك، كان معايا فتره مجانيه ساعتها فجبته من شاتر ستوك. بعد كده جبت الصوره بتاعت العميل ودمجتها في شيب اللي هو بيبر كات، وبدات احط الاشكال بتاعتي واكمل التصميم بتاعي. طيب تعال نشتغل التصميم جزء جزء. اول حاجه بدات ان انا اعمل سوليد باك جراوند باللون اللي انا عايزه، وليكن انا اخترت ان اللون بتاع الباك جراوند يكون هو افتح من اللون اللي انا هشتغل بيه، فاخترت لون زي الاورنج كده. تمام، بس بدرجات الغامق شويه، يعني دازل على البني نوعا ما. وبدات اخش على فري بيك واجيب معايا صديقي العزيز، اجيب معايا ايه؟ هجيب معايا بيبر كات، هبدا اكتب معايا هنا كده بيبر كات. تمام، بالشكل اللي انت شايفه قدامك دوت يا صديقي العزيز، وابدا اعمل سيرش. ابقى انا عملت سيرش هيطلع لي المناظر دي كلها. خلي بالك ان بيبر كات هتفتح معاك الستريشن، فانا بالنسبه لي اسيب لك الملف الاصلي في الديسكربشن عشان ما تروحش الالستريتور الا لما نتعلمه. فانا بالنسبه لي هنزل شويه لحد ما الاقي كل اشكال بيبر كات اللي انت شايفها قدامك دي، هوصل اجي اختار مثلا الفري منها عشان يطلع لي كل الاشكال الفري من البيبر كات. تمام، واجي ابص على الاشكال الفري اللي معايا لحد ما اوصل للبيبر كات اللي انا عايزه. انا ممكن اكتب كلمه بيبر بس حتى عشان تظهر، واجيب الاشكال اللي هي زي دي كده، دي الاشكال اللي انا كنت باخد منها التصميم بتاعي. فهاجي اعمل داونلود، وابدا بعد ما الفايل يتعمل داونلود يا صديقي العزيز هدخل معايا على الداونلود واعمل اكستراكت للفايل بتاعي زي ما انت شايف حاليا.
بعد ما عملت اكستراكت الفايل بتاعي هاجي افتحه على الستريتور. هنفتح الفايل على الستريتور وارجع لك من تاني. وبعد ما الفايل فتح معايا على الستريتور حاليا طبعا انا هبدا اسلكت الشيب بتاعي. زي ما انت شايف الحاجات دي انت لسه هتدرسها تمام. فانا ببدا اشيل الشادو واشيل التيب واخد اللي هو البيبر تكست البيبر افكت لوحدها تمام. فهاجي اخد البيبر معايا كوبي وادخل على فوتوشوب واعمل له بيست. طبعا انا هدخله كبيكسل مش هدخله كالستريشن عشان ما يبقاش حجمه كبير جدا. واقلب الشيب بتاعي فليب فيرتيكال تمام بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده واكبره على قد الورقه بالظبط. انا وليكن بالنسبه لي شايف ان الشكل بالمنظر ده هيكون كويس. هبدا اجي هنا اديله كلر اوفرلاي بدرجه لون اغمق من الدرجه الاصليه. هبدا طبعا اديها نورمال واختار الدرجه دي وابدا اغمق درجه اللون اكتر واكتر يا صديقي العزيز زي ما احنا شغالين. زي ما انت شايف حاليا كده ببدا اغمق درجه اللون بتاعتي لحد ما اوصل لدرجه لون زي دي كده تمام. بعد ما وصلت لدرجه اللون هبدا ابص معايا على الشغل اللي انا عامله. طيب ايه اللي محطوط هنا ده اللي عامل النغبشه دي يا باشمهندس؟ اللي محطوط هنا ده اللي هو البيبر تكستشر اللي احنا شغالين بيه معظم الوقت اللي هو دوت. انا جبت افكت بتاع بيبر تكستشر وبدات احطه على الشيب بتاعي. لو اخدت البيبر تكستشر معايا بالمنظر ده بص معايا منظر الشيب بتاعي هيبقى عامل ازاي بالمنظر اللي انت شايفه حاليا. طبعا هظبط الالوان بتاعتي بناء على ايه؟ على البيبر تكستشر. او ممكن اعمل ايه يا باشمهندس؟ اجي يا اما الدرجه الاولى ان انا هغمق الالوان بتاعت الباك جراوند واغيره اقفل الوان الباك جراوند شويتين كده واجي على هنا الشيب بتاعي برده اقفل اللون بتاعه نفس الحكايه تمام بالمنظر اللي انت شايفه قدامك دوت. يا اما عندي الحل الثاني يا صديقي العزيز وهو ان انا ابدا اغير البلند مود بتاع التكستشر بتاعي. فانا بالنسبه لي ممكن اقفل درجات الالوان بتاعت الباك جراوند بالمنظر ده واجي على هنا اخلي اللون بتاع الافكت هنا هو اللي يكون فاتح نوعا ما حاجه بسيطه فاهم قصدي. فساعتها لما اخلي اللون هنا يكون فاتح الموضوع هيكون مقبول شويه اكتر من ان هو يكون درجه اللون نفسها هنا هي اللي غامقه. فانا هبدا اختار درجه اللون معايا بالمنظر ده وابدا اغمقها سنه سنه لحد ما اوصل لدرجه اللون اللي عايزها. وليكن افتراضا هنكون درجه اللون بالمنظر ده. طبعا انا هنا ظبطت فيها جامد جدا لدرجه ان انا خليت اللون ده اصلا اللي تحت لدرجه الاسود عشان يديني لون كويس. يعني انا خليت دي اسود كده بس الاسود اللي هو ايه مطفي سنه اللي هو البني الغامق دوت تمام عشان يديني الايفكت اللي انت شايفه حاليا ده. ليه ده؟ عشان ادي الايفكت اللي هو الاولد تكستشر. وبدات ادخل على شاتر ستوك واجيب من عليه كتابات باللغه العربيه. انا دخلت معايا على موقع شاتر ستوك بالمنظر دوت. طبعا كان معايا فري تيرير ساعتها تمام. فكتبت ايه ارابيك تمام وبدات اجيب ارابيك كاليجراف دوت يعني كتابات عربيه. بدا يظهر لي المناظر اللي انت شايفها قدامك دي. طبعا انت خد اللي يعجبك فيهم بس الفكره هنا ان هم فيهم حاجات بفلوس فيهم حاجات مجانيه زي دي كده مثلا. فدي مثلا مجانيه الحاجات اللي فوق دي مجانيه. فانا بالنسبه لي ممكن اجي على اللي هو سي اول وابدا ابص على الارابيك كاليجراف اللي هو الالستريشنز تمام بالمنظر اللي شايفه قدامك ده. الحاجات دي مثلا مجانيه اهيت لكن على عكس حاجات تانية كتير هتلاقيها مدفوعه زي دي كده. وحاجه زي اللي انا كنت جايبها برده كانت انا فاكر ان هي كانت مدفوعه زي دي كده برده كانت مدفوعه. فانا مثلا هفترض ان انا ممكن اشتغل بدي فهبدا اعمل لها داونلود حاليا. طبعا دي ممكن تكون بشكل مجاني فهبدا اعمل لوجن طبعا بالاكونت بتاعي تمام بالمنظر دوت وابدا اعمل لها داونلود. ليه انا بعمل لوجن؟ هو ما ينفعش تحمل حاجه لما تعمل لوجن على الموقع تمام. بعد ما عملت لوجن حاليا هو هيبدا يقول لي ايه اشترك الاشتراك. طبعا دي الكارثه اللي انا وقعت فيها ان هو الحاجات كلها مدفوعه يا صديقي العزيز. مفيش حاجه مجانيه يعتبر الا حاجات طفيفه جدا والمجاني فيه مش هتقدر تشتغل بيه اصلا الا يعني فتره تريال. طيب انا بحلها بايه؟ طبعا انا هسيب لك الملف الاصلي صديقي العزيز موجود عندك في الديسكربشن فتقدر تاخد منه ايه؟ تاخد منه الكتابات اللي انا جايبها اللي هي ايه؟ اللي هي بالمنظر فين؟ هتلاقيها تحت هنا كده تمام. ثواني ننزل نشوفها اهي المنظر ده كده. فهتيجي تاخدهم من هنا زي ما انا هاخدهم حاليا وابدا اروح احطهم في الفايل بتاعي تحت الايفكت بتاعي زي ما انا عاملهم هناك بالظبط. وابدا اخد الايفكت بتاعي واحطه بالمنظر ده. وخلي بالك ان انت تخلي فاصلة الشيب ما بين الشيبين مع بعض. وطبعا هاخد الشيب بتاعي ده كله واخليه تحت الايفكت بتاعي بتاع البيبر عشان مش عايزه يظهر هنا كمان تمام. وابدا بقى يا صديقي اللي عايز اكمل الايفكت بتاعي. طيب هنا كملنا بايه؟ طبعا بيبر كات تاني من النوع دوت برده جبنا شكل تاني من بيبر كات. طبعا لو دخلنا على فري بيك هنلاقي اشكال تانية كتير. فانا ممكن اخد شكل زي الاشكال اللي بتظهر قدامي دي زي اللي انا كنت واخده تمام. فالاشكال دي كلها هي دي الاشكال اللي انا اشتغلت بيها. طيب بعد ما اشتغلت بالاشكال ديت بدات احط فيها الايفكتات بتاعتي واحط فيها صوره المدرس واحط الكتابات. كل الكلام ده سهل بسيط ما فيهوش اي لعب غير طبعا كلمه احمد عبد العزيز. هتيجي تقول لي اتعملت ازاي؟ لا دي كان اللوجو الخاص بالعميل اللي انا عامله له. طبعا اللوجو بتاعه هو كان تايبوجرافيك لانه مدرس عربي فلازم اعمل له حاجه تايبو. فكان التايبو بتاعه بالشكل دوت ده كان اللوجو بتاعه يعتبر تمام. الموضوع سهل وبسيط بس اهم حاجه ان انت تبقى عارف انك ازاي هتعمل مسافات الامان بتاعتك وازاي تبدا تعمل الافكتات والاشكال بتاعتك. طبعا انا هسيب لك الموضوع الباقي التكست او الاشكال والصور تكملها انت ومعاك الفايل الاصلي في الديسكربشن تحت عشان ما اطولش معاك في وقت الفيديو. تعال ننتقل على الموضوع
الموضوع التاني وهو اهم موضوع معايا، وهو بطاقات السبوع وبطاقات الافراح والشعبي واللي هي افراح العائليه وكل الكلام ده. يلا بينا ندخل في موضوع الفيديو على طول، يلا بينا. ووصلنا يا صديقي العزيز للحظه بطاقات السبوع وغيره. طيب انا دلوقتي عايز اعمل مثلا وليكن كارت اسبوع، او عايز اعمل اي حاجه. طبعا كروت الاسبوع بيبقى كلها مقاسات خاصه زيها زي الكروت الشخصيه. مين اللي بيقول لك عليها؟ اللي بيقول لك عليها برضه صاحب المطبعه. وكروت الافراح وهكذا. طيب كارت الافراح المتعارف عليه بيكون 10 في 15، يعني انا باجي هنا اقلبها سنتيمتر واخليها 10 في 15، وطبعا بشكل عرضي مش بشكل طولي. طيب باشمهندس المقاس كام؟ انا مش محتاج اتكلم، 300. كلر مود ار جي بي طبعا يا صديقي العزيز، ان الطباعه بتاعته ديجيتال. تمام، كارت الشعبي بيبقى الطباعه ديجيتال. طيب اجيب افكار للكارت الشعبي منين؟ طيب عشان احنا نبدا بيه مثلا، نبدا ندخل على موقع زي اصول وورلد بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده، وهاجي ابص على كروت الافراح الشعبيه. طيب دي هتلاقيها موجوده عندك؟ هتلاقيها موجوده عندك عادي جدا. هتلاقيها موجوده عندك فين؟ هتيجي عندك في الديزاين باكج. تمام، وتبدا تبص الكروت الافراح. هتلاقي هنا اللي هو البي اس دي تمبلت قصدي، وهتلاقيها في كروت الافراح. هنيجي نبص على كروت الافراح مثلا كده، اللي هي فين يا صديقي العزيز؟ اللي هي زي ما انت شايف حاليا يا صديقي العزيز موجوده عندنا تحت هنا كده، اصلا مش محتاجين ان احنا ندور عليها زي ديت وديت. في منهم الحاجات اللي انت تقدر تحملها اصلا كده كده، مجرد ما بتعمل لوجن هو بيديك نقط، فتشتري حاجات زي دي او تعملها انت بايدك احسن. طيب احنا مثلا ممكن نشتغل حاجه زي بتاع الكلاكيت 3 مره قسه بيفرح دي، لان الصراحه هي فيها كميه تفاصيل كتيره جدا. فانا هفتح الصوره لوحدها هنا كده وتعالى نشوف اتعملت ازاي. طيب اول حاجه لو خدت بالك وحللنا الصوره، تعالى نحلل الصوره سنه سنه الاول قبل ما نيجي نشتغل عليها. طبعا في باك جراوند سودا محطوط عليها الاشكال اللي انت شايفها ديت، ومحطوط عندك صوره هنا كرتونيك، ومعمول الستايل بتاع الفونت. هو اصعب حاجه يعتبر موجوده ستايل الفونت، والكلام ده تقدر تعرفه، تقدر تعمله، لان احنا كده كده اتعودنا بنعمله ازاي، وهنعمله سوا دلوقتي. وهنحط الكتابات بتاعتنا ونبدا نشتغل. طيب تعال ندخل على المقاس بتاعنا ونبدا نشتغل. اول حاجه زي ما انت شفت محتاجين ايه؟ سوليد كلر اسود، زي ما احنا عرفنا اهو سوليد كلر اسود. طيب بعد كده عايزين ايه؟ عايزين الصوره اللي هي الشخص اللي هو ايه، اللي هو السكيلتون دوت. فانا هاجي اعمل ايه؟ هاجي اكتب معايا كده هنا كده كلمه سكيلتون. تمام، او ممكن اكتب هيكل عظمي عادي جدا، ففي الحالتين هيظهر لك. تمام، واجي اجيب الصور. تمام، وابدا ادور في الصور بتاعتي لحد ما اوصل للصوره زي الصوره اللي هو كان حاططها دي. فهاجي انا هنا ايه؟ ادور على الصور بتاعتي. ممكن اختار صوره زي ايه؟ زي دي كده، وابدا ادور على صور مشابهه ليها. تمام، فيظهر لي كل الصور اللي انت شايفها قدامك ديت. انا اقدر اخد اي صوره منهم، مثلا صوره زي ديت، وادور لحد ما اوصل للصوره اللي هو هيبقى صوره زي دي مثلا، هكذا. تمام، وطبعا هنا الاشكال كتير جدا جدا جدا، ممكن تقعد تدور براحتك خالص لحد ما توصل ايه؟ للصوره اللي انت عايزها. فنقعد ندور شويه وارجع لكم بعد ما نخلص ايه؟ تدوير. وبعد ما دورنا شويه حلوين يا صديقي العزيز، وصلنا للصوره اللي انت شايفها دي، اللي هي ديت اصلا. تمام، فانا ممكن اجي اخد صوره زي دي او اي صوره من الصور اللي موجوده قدامك ديت. طبعا انا قعدت شويه ادور فاكتشفت ان هي اسمها جمجمه المافيا. فانا ممكن اجي اخد صوره زي دي مثلا، اعمل لها كوبي للايمج بتاعتي، واجي ادخل على ريموف باك جراوند، لان كده كده مش هتفرق معايا الكواليتي بتاعت الصوره قوي، لان الموضوع مش هيأثر قوي. تمام، فهاجي هنا اكتب ريموف باك جراوند، وابدا ادخل على الموقع واعمل كنترول في عشان يعمل لها ديليت بشكل مناسب، يعني يعمل ديليت للباك جراوند بشكل مناسب. تمام، هقفل كده واجي معايا اعمل داونلود للصوره، واخد الصوره بتاعتي منين؟ من الداونلود، وادخل بيها على الديزاين بتاعي بالشكل اللي انت شايفه حاليا دوت. طبعا هصغر حجمها، وطبعا نفس مسافه الامان النص سنتي. طبعا فيو نيو جايد لاي اوت، واختار النص سنتي الامان بتاعي، واجي احط الجمجمه بالشكل اللي انت شايفه قدامك دوت. طبعا ممكن انت بقى مع تظبيطات تانية مع صوره تانية هكذا. ممكن انا اجي اعمل ايه؟ اعمل ماسك، واجي ادرج اللون بتاعها من تحت بان انا اعمل الهاردن 0%، واجي ادرج اللي هي الجمجمه بتاعتي من تحت عشان ايه؟ تبان ان هي مدموجه مع الخلفيه زي التانية بالظبط يا صديقي العزيز، زي ما انت شايف حاليا كده. ونبدا ندرج اللون بتاعنا اكنها طالعه من الباك جراوند بالظبط. تمام، اهي كده يا صديقي العزيز. ونبدا نبدا نشتغل بقى. تعالى مثلا نعمل حاجه زي بتاعت ايه؟ اللي هو الريكتانجل اللي فوق اللي معمول على شكل سهم دوت، اللي هو ده. تمام، تعالى معانا نرجع لدعوه الفرح اللي هو الشكل دوت. هنبدا نعمل ايه؟ هنجيب ريكتانجل، نبدا نحط ريكتانجل معانا في النص اللي فوق ده كده يا صديقي العزيز، ونبدا نيجي نعمل كلارايز للريكتانجل بتاعنا طبعا باللون الاصفر زي ما هو كان شغال اهو يا صديقي العزيز. ونيجي نعمل كنترول تي، ونبدا نظبط الحجم بتاعنا اهم حاجه على قد الشكل بالظبط، ونمسك كنترول ونبدا نمسك النقطه دي ونحركها معانا لفوق كده عشان تبدا تدينا الشكل دوت. اهم حاجه ان انت تعمل الحركه دي وانت ماسك كنترول يا صديقي العزيز، عشان يمسك البوينت ويحركها نفسها، ما يحركلكش التصميم كله. تمام، هيبدا يديني الشكل ده. هعمل له كنترول جي عشان اكرره، وكنترول تي، وبعد كده فليب هوريزونتال وفليب فيرتيكال يا صديقي العزيز تاني مره، عشان اقدر اشتغل بيه تحت معايا في الشيب اللي تحت، وانزل بيه معايا على الشيب اللي تحت زي ما انت شايف حاليا. تمام، ثواني يا صديقي عشان الدنيا باظت معايا. وابدا اسحب الشيب كنترول تي اللي هو فليب هوريزونتال، وبعد كده فليب فيرتيكال، بعد طبعا ما عملت له دوبلوكيت، وانزل بيه لتحت. انا كده كونت اول جزئين معايا اللي هم المثلثين الصفر دول. تمام،
هيجي معايا بعد كده ان انا عايز اعمل ايه، هبدا هجيب الاشكال بتاعت دي. طيب يا باشمهندس الاشكال دي انا بجيبها منين؟ الاشكال ديت بتبدا تجيبها عندك من على موقع بي ان جي وينج. طيب بجيبها ازاي؟ باجي انا ممكن اكتب على بي ان جي وينج بالمنظر ده كده. تعالى نفتح بي ان جي وينج الاول اللي هو موقع البي ان جي عامه. تمام. ونيجي نكتب معانا هنا كده ريكتانجل، قصدي تراينجل قصدي. تمام، تراينجل اهو بالشكل ده. ونعمل سيرش ونشوف الاشكال بتاعتنا اهو. الشكل هنا اهوت كده كده لقيناه قدامنا، مش هندوخ كتير عليه. تمام. هتلاقي طبعا اشكال تانية كتير، الشكل اللي يعجبك دور عليه وخده. انا مثلا ممكن اخد شكل زي ده واعتمد الشكل ده كده، فابدا اعمل داونلود للشيب بتاعي. وطبعا لازم اعمل الكابتشن عشان يقدر ينزل لي الصوره. طيب انا ليه بسرع في الكلام يا باشمهندس؟ عشان الفيديو ما يطولش مني قوي، لان الفيديو فيه شرح كتير جدا. فهاجي اخد الصوره معايا زي ما انت شايف حاليا، وابدا اعمل فليب 90 درجه، وابدا اصغر حجمها عشان اقدر اشتغل بيها الريكتانجل بتاعي. واقدر اعمل له فليب هوريزونتال لو انا هحطه تحت معايا هنا كده. تمام. واصغر الحجم بتاعه عادي جدا، لان ده شكل مكمل مش الشكل الاساسي. واجي هنا اكرره 4 5 مرات مثلا، بحيث ان هو ايه يديني الشيب اللي انت شايفه قدامك ده كده. فهكرره كذا مره. وطبعا هبدا اعمل له الاين، فهمسك كل الاشكال دي واعمل لها الاين كلها على نفس اللاين، واديها نفس المساحه بتاعه البعد بتاعها، واصغر الحجم بتاعها كده زي ما انت شايف. وابدا احطها معايا بالشكل ده صديقي العزيز. ممكن اعمل لها دوبليكيت واعمل لها كنترول تي واعمل لها فليب هوريزونتال عشان اقدر اكمل بيها هنا كده. واحط الكلمه هنا مثلا في النص زي ما هو عامل. واحط الكلمه مثلا هنا في النص يا صديقي العزيز زي ما هو عامل في الشكل بتاعه مثلا هنا كده، اللي هو ايه كاتب هنا اسو بيفرح مثلا او فيستيفال، وكاتب اللي هو التاريخ. طيب بعد كده الاشكال اللي هنا دي هتلاقيها فين؟ الاشكال دي انا كده كده معايا الكارت نفسه الاساسي، فالاشكال دي هتلاقيني سايب لك الكارت الاساسي تحت في الديسكربشن. خش وهاتها عشان الاشكال دي الصراحه انا مش عارف يجيبوها منين، فهي بتاعت افراح وكده، فهي الاشكال دي ثابته عامه. فهتلاقي الكارت الاساسي عندك تحت، خد منه الاشكال دي. طيب تعالى لاهم نقطه، وهي بتاع الكلاكيت ثالث مره اسو بيفرح. دي اهم نقطه. فانا هاجي اعمل ايه؟ هكتب اول حاجه الكتاب بتاعتي اللي هي كلاكيت. تمام. بالشكل ده كده يا صديقي عايز اكتب كلاكيت تالت ماشي مره. واجي اعمل اوكي واكرر الكتابه بتاعتي يا صديقي العزيز بالمنظر ده ماشي. واكتب اسو اهوت. تمام بيفرح. واجي ابص معايا اي حاجه مكتوبه تانية، مفيش اي حاجه مكتوبه تانية. هبدا اكبر التكست بتاعي كله على قد بعضه. تمام بالشكل ده. وابدا انزل كلمه اسو بيفرح لتحت شويه، بس اهم حاجه ان هما الكلمتين يكونوا على نفس اللاين. تمام. وابدا اكبر حجم الكلمتين مع بعض بالشكل ده صديقي العزيز، طبعا مع اختلاف الفونت لو انت عايز تغير الفونت. فاجي يا صديقي العزيز وقت دلوقتي بقى الشغل على الشكلين بتوعي دول. انا مثلا ممكن اجي الاول قبل ما اشتغل هغير الفونت بتاعي عشان يكون مناسب لشكل كلمه كلاكيت تالت مره والكلام ده كله. انا مثلا الفونت ده حاسه مناسب معايا جدا وشكله كويس مش وحش. تمام. فهاجي اظبط الكلمه على قد الكلمه اللي تحت بالشكل ده، واجي اظبط الكلمه معايا بالشكل ده وارفعها شويه. تمام. واجي امسك الكلمتين مع بعض واعمل كنترول تي واظبط حجمهم بالشكل ده صديقي العزيز. واجي بقى ابدا العب فيهم. ده بقى اللحظه بتاعه الستايليشن اللي احنا هنبدا نظبطها. ايه الستايليشن ده يا باشمهندس؟ ان انا ابدا اعمل الستروك والباترن وكل الكلام دوت. فهاجي اول حاجه اعمل ستروك للكلمه الاولى اللي هي اسو بيفرح، والستروك ده مثلا هخليه باللون الاحمر لكلمه كلاكيت. فممكن اجي اغمق الاحمر سنه عشان ايه ما يفتحش اللون معايا قوي، واخد كوبي من الايفكت ده واحطه على اسو بيفرح. طيب باشمهندس بعد كده هو مكمل الفراغ اللي ما بينهم بالابيض. هاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل لاير فاضيه هنا كده، وابدا امسك البراش تول بتاعتي وهي باللون الابيض، واجي اكمل الاماكن الفاضيه دي كلها كده باللون الابيض عادي جدا. تمام. ممكن انت لو ايدك بتترعش ممكن بعد ما تلون هوريك تعمل ايه دلوقتي لو في لون خرج منك بزياده وعايز تساوي اللون بتاعك. هوريك كل الكلام ده دلوقتي حالا، اصبر عليا ما تستعجلش. تمام. وعلى فكره الكلام ده كله انا قلته لك في الديسكورد سيشن، فما تقلقش هعيده تاني دلوقتي في الفيديو عشان لو ما سمعتوش مني في الديسكورد سيشن. انا مثلا ولا لكن يا باشمهندس ايدي مش مظبوطه زي ايدك كده وبترعش، باجي اجيب اللي هو السلكشن ماسكولار تول، واجي امشي على الشيب بتاعي لحد ما اوصل للمساويه وادوس ديليت. كده انا سويت الشكل بتاعي عادي جدا. تمام. وابدا امسك الثلاثه لاير دول يا صديقي العزيز واعمل لهم كونفيرت تو سمارت اوبجكت عشان اقدر اعمل عليهم الايفكت الثلاثه مره واحده. واجي اعمل لهم ايفكت باللون الابيض، اعمل اللي هو ستروك تاني باللون الابيض تاني اهو بالشكل ده. كده انا بدات اعمل الشيب بتاعي. طيب يا باشمهندس هو عامل هنا في اللون هنا صديقي العزيز درجه ابيض يا باشمهندس، اللي هو قصدي الاصفر. درجه الاصفر ده عاملها ازاي للنقط؟ هو عمل الاتي: انا بدخل معايا على كلمه اسو بيفرح وبكرر الفونت بتاعي تاني، اعمل له كنترول جي. تمام. وهاجي طبعا اقفل الافكتات اللي عليه، واجي مجرد ان انا هغير اللون بتاع الاثنين تكست واخليه باللون الاصفر زي ما انت شايف حاليا كده يا باشمهندس. تمام. وبعد ما غيرت الايفكت بتاعي هبدا اجي اعمل سيلكشن. تمام.
تمام. اعمل ماسكات طبعا كلاكيت مثلا ثالث مره الاول، واعمل سيلكت بس للنقط، يعني انا مش هعمل حاجه ليها لون غير النقط، وابدا امسح الكلمه بتاعتي يا صديقي العزيز. تمام. طيب يا باشمهندس، انت بتمسح حاليا وهو مش بيمسح ليه؟ هقول لك مش بيمسح ليه يا صديقي العزيز. انا بالنسبه لي لما اجي اعمل افكت لاي كلمه، لو انا عايز اعمل اللي هو الديليت بتاعها، لازم اعمل لها كونفيرت تو لسمارت اوبجكت، يا اما اللي هو شيب. تمام. انا بحولها لشيب كده، بقت معايا هي شيب عادي. فهاجي هنا امسك الاثنين شيب دول واعمل لهم ماسكات، طبعا ماسك الاول لوحده والتاني ماسك لوحده. اقف على اول ماسك مثلا بتاع الكلاكيت، تمام، اللي هي ثالث مره بالمنظر ده، وابدا امسح واسيب اهم حاجه، بس الحاجه اللي انا هسيبها النقط. تمام. وتاكد وانت بتمسح انك ما تمسحش النقط وما تجيش عليها. تمام. طيب انا ممكن اجي مثلا، ممكن اعمل حاجه تانية اسهل، امسح كل ده مره واحده. تمام. وبرده نفس الحكايه بالنسبه لكلمه اسو بيفرح اهيت، واجي على مثلا اسو بيفرح وامسك البراش تول واجي على النقط بس والونها عادي جدا، دي حريتك انت الشخصيه، عيش. فاهمني؟ يعني انا هاجي هنا كده عشان انا ايدي متحكمه بسرعه، فهاجي اخير واخلي النقط كلها متلونه. طيب هو ملون حاجه تانية غير النقط؟ ملون حرف الالف، فهاجي انا على حرف الالف برده والون حرف الالف ده كله معايا مره واحده بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. بنفس النقطة نفس الموضوع لكلاكيت تالت مرة، ألون برضو النقط. تمام أهو يا صديقي العزيز، وابدا الون معايا بالشكل اللي انت شايفه دوت اهوت. واجي هنا برضو نفس الحكايه، وخلي الموضوع بالنسبه لك تسليه مش تعب، عشان انت لو حسست نفسك ان الموضوع تعب مش هتعرف تعمل اي حاجه. تمام. وابدا اعمل كنترول اس كده، واجي ابص معايا هتلاقي الشيب معايا بالمنظر ده. هاجي هنا اقلل الستروك الابيض شويه واكرر ستروك تاني. طيب انا هخلي الستروك الابيض بالمنظر ده بس، وعندي ستروك تاني تحت منه اخلي الستروك التاني برضو باللون الاحمر، بنفس درجه الاحمر اللي انا عاملها هنا ديت. وطبعا برضو هقللها شويه. وزي ما انت شايف حاليا كده انا عملت الستايليشن بتاعي اللي هو كلاكيت تالت مره اسو بيفرح. طيب ايه اللي فاضل تاني؟ فاضل معايا ان انا احط الكلام ده كله، والكلام ده كله سهل وبسيط، موضوع سهل مفيش فيه اي صعوبه. وكل الستايل دوت وكل الشيب ده هتلاقيه موجود جاهز معاك تحت في الديسكربشن، عشان ما اطولش عليك واشرح حاجات مالهاش اي لازمه. المهم بالنسبه لك انت تعرف تعمل الستايليشن بتاع كلاكيت تالت مره، وده رقم واحد بالنسبه لي. وانت تعرف تعمل اللي هو الايفكت بتاع التكست دوت. هستنى منك تعمل كل التكست دوت وتبعته لي على الجروب ونشوف ونعاين مع بعض، عشان لو في اي اخطاء نعدلها سوا. كل حاجه احنا بنعملها دلوقتي هتلاقيها عندك في الديسكربشن تحت موجوده، حملها على طول. يلا بينا ننقل على الحاجه اللي بعدها عشان ما ناخدش وقت كتير. يلا بينا. بعد ما خلصنا كارت فرح الشاي معانا صديقي العزيز، نبدا نتكلم عن فكره الكارت الفرح بس العائلي. بس اهم حاجه خلي بالك، اي حاجه انا بديك عليها تاسك، تمام، انت مطالب منك انك تعمل عليها 2 أو 3 اقل حاجه، يعني اقل حاجه تاسكين من نفس الموقع بتاع اصول. طيب تعال نخش على موقع اصول برضو تاني، ونبدا نبص معانا على كروت الافراح، بس بقى المره دي هنبص على كروت الافراح العائليه. تمام. فانا هاجي هنا على الديزاينات بتاعتي، وهي دي كروت الافراح العائليه. زي ما انت شايف الكارت بيكون بالمنظر دوت. طبعا ناس كتير تعرفه، في ناس كتير ما تعرفوش. الكروت العائليه دي يا صديقي العزيز بتكون اللي هي بتجيلك متطبقه 3 اجزاء، فطبعا انت لازم تاخد بالك ان الثلاث اجزاء بتوعك انت بتكون عامل لهم مسافات عشان التطبيق بتاعهم زي ما انت شايف هنا كده. طيب ده اول حاجه بيتعمل على مقاس ايه؟ بيتعمل على مقاس نص الاي 4. يعني ايه؟ يعني مقاس اي 4 بنفتحه عادي جدا بس بالعرض. تمام. بناخد نص مقاس الاي 4 دوت. يعني هنا ده مقاسه مثلا بالعرض كده، بنيجي نبص على ايمج سايز معانا، نيجي نبص مثلا على مقاس اللي هو العرض بتاعنا، فهنلاقي 29 و7. 29 و7 تعالى نقسمها على الاثنين، فهنفتح معانا الكالكوليتور ونكتب 29 و7 تمام على 2، فيبدا يطلع لي 14.85. هاخد الرقم ده كوبي مش هبص عليه اصلا، واجي هنا اعمل فيو نيو جايد ونيو جايد عادي جدا، وابدا اعمل في. تمام. كنترول في يعني عشان يعمل بيست، فيعمل لي اللاين ده كده المكان اللي انا هصمم فيه. طبعا هسيب اول حاجه نص سنتي مسافه امان داير ما يدور. تمام. بس قبل ما اعمل نص سنتي مسافه امان هبدا اقفل التصميم بتاعي على المقاس اللي انا شغال عليه، فهاجي اقفل التصميم بتاعي بالكروب تول كده بالمنظر ده. تمام. واعمل نص سنتي مسافه امان فيو نيو جايد لاي اوت، واعمل نص سنتي على التصميم بتاعي ككامل عشان اكون شغال عليه مستريح. تمام. وطبعا هاجي اشتغل هنا كده. اهم حاجه ان انت معاك دلوقتي الارتفاع بتاع التصميم ده كام. تعال نبص على الايمج سايز، الارتفاع ده كام؟ قال لك 21 و7، لو جينا قلبناه 21 قصدي. تمام. طيب لو جينا بصينا على الارتفاع بتاعنا هنلاقيه هنا 21. تعال نقسم 21 على التلاتة برضو من الكالكوليتور، مش هتعمل اي حاجه بدماغك. 21 على التلاتة هيطلع لك 7 سم. فانا بالنسبه لي 7 سم هقسمها 3 مرات. يبقى هاجي اول حاجه نيو جايد، وركز معايا في اللي جاي دوت. هعمل هنا نيو جايد واخليه 7 سم، واخليه طبعا هوريزونتال. تمام. 7 و7 كام؟ 14. الله ينور عليك. هاجي هنا بعد كده اعمل نيو جايد تاني، تمام، واخليه 14. يبقى انا كده عملت هنا 7 وهنا 7 وهنا 7، كده الثلاث اماكن بتوعي 7 سم. فهبدا اشتغل على كل مكان فيهم، واسيب اهم حاجه ما اخليش الشغل بتاعي واقف على اللاين بالظبط، لا فوق اللاين بحاجه بسيطه، عشان اللاين ده هيكون مكان الورقه اللي بتتني، وابدا اشتغل. تعال نبص للتصميم بتاعنا ايه اللي فيه.
هتلاقي معاك فكره حواف او هوامش زي ما احنا بنقول، اللي هم بيحددوا بيها الكلام، وبيبدا يحط افراح العائله وبارك الله لكم وبارك عليكما، دي تايبوجرافيك بنجيبها جاهز. صوره معموله بمونو كلر. طيب وليه الكارت ده كله بقى يا باشمهندس بكل الاشكال اللي فيه دي كلها ليه معمول مونو كلر؟ يعني ليه مش معمول الوان؟ لان يا صديقي العزيز الكروت دي بتطبع على مكن بيكون زي كده شغل الطباعه اللي هو السريلات بس مونو كلر، يعني مش سريلا، لا هو طباعه ليزر عادي جدا بحبر بودره عادي جدا، بس المكنه مونو كلر. يعني ايه مونو كلر؟ يعني بتاخد تانك حبر واحد بس. يعني ايه يا باشمهندس نشتغل بلون واحد؟ يعني يا اسود يا رمادي يا اما احمر يا اما اصفر يا اما اخضر، اهم حاجه ان هو يكون لون واحد بس، ايا كان ايه نوع اللون، ايا كان ايه نوع اللون، بس لون واحد، دي اهم درجه. تمام. وطبعا بتكون الوان محدوده جدا، اللي هم يا اما الوان السي ام واي كي يا اما الوان الار جي بي. تمام. طيب انت في الستايليشن بتشتغل ايه؟ بتشتغل ار جي بي مالكش دعوه، لكن هو عنده هناك بيكون عنده قصدي في الالوان، يعني يا اما الريد والجرين والبلو، تمام، يا اما السيان والماجنتا واليلو والبلاك، دول الست او سبع الوان اللي بيكونوا عنده هناك، يعني الوان محدوده جدا. تمام. لان المكنه بتشتغل بكلر واحد ثابت. طيب انا بالنسبه عشان انفذ الكلام دوت، الكلام ده لازم يكون رسمي ما فيهوش اي لعب كبير. طيب عشان اجيب الاشكال دي بجيبها منين؟ بدخل معايا على بي ان جي وينج زي ما اتعودنا طبعا، لو هنجيب الاشكال بتاعتنا. طيب الاشكال دي انت هتلاقيها فين؟ الاشكال دي هتلاقيني سايبها لك كلها في فايل. تمام. تعالى بس ندخل نجيبه سوا كده. وزي ما انت شايف حاليا يا صديقي العزيز هتلاقي معاك الاشكال دي كلها انا مجمعها لك في مكان واحد عشان ده تشتغل بيها. طبعا كل ده انا كنت محمله من بي ان جي وينج، ده كده مونو كلر اهوت. تمام. وده شغل برده كلرايز احنا بنحوله لمونو كلر، وده برده شغل مونو كلر اهوت. وده الشغل بقى ايه الهوامش اللي انت بتشوفها، وده شغل اللي هو المونو كلر برده بس كامل مكمل بقى. طيب انا بالنسبه لي مثلا ممكن اخد الهوامش دي واشتغل بيها. طيب هاخد هامش زي ده كده وابدا اشتغل بيه. طبعا الهوامش دي بتكون فوق وتحت بس، فابدا اظبط الحجم بتاعها هنا كده فوق واحده. تمام. وابدا اكررها بكنترول جي، وبعد اعمل لها كنترول جي يا صديقي العزيز بالمنظر ده ابدا اعمل كنترول تي، وبعد كده ابدا اعمل لها فليب هوريزونتال واخدها على نفس المكان من الناحيه الثانيه. وطبعا نفس الحاجه دي هاخدهم اكررهم كنترول جي وبعد كده فليب فيرتيكال. تمام. واخدهم اسحبهم تحت هنا كده في المكان دوت. طبعا كده ده الربع الاول من التصميم خلص معايا. تمام. انا الربع الثاني ببدا اشتغل بيه بحط فيه اشكال ثانيه، فهاجي مثلا على شكل ثاني مثلا زي ده كده وابدا اخد واحد منهم فوق وواحد منهم في الشكل الثاني تحت، وابدا اصغر الحجم بتاعه كده صديقي العزيز واحط الشكل ده هنا كده. تمام بالمنظر ده. وطبعا هخليه في الميدل بتاع الديزاين، يعني في نص الديزاين بالظبط، نص الورقه. هبدا اجي اخليه في الميدل مع الباك جراوند، امسك الاثنين مع بعض واخليه يجي في النص بالظبط. طبعا هرجع الباك جراوند لوكد تاني واعمل لده كنترول جي وابدا اعمل له كنترول تي وفليب فيرتيكال واخليه ينزل قصاده بالظبط من تحت. تمام بالشكل ده صديقي العزيز، وانزله تحت شويتين ثلاثه قبل اللاين اهم حاجه بحاجه بسيطه بالشكل دوت. طيب والشكل الاخير ممكن اجي احط له ديزاين ثالث خالص ملوش علاقه بالديزاينات ديت. من هنا كده اجي اخد ديت مثلا افتحها على الفوتوشوب واسلكت اي ديزاين منهم اخده لوحده. يعني مثلا ممكن اديزاين ايه، اخد مثلا حاجه وليكن زي ايه، زي الشيب ده مثلا، او ممكن اخد حاجه زي انهي شيب، ممكن اخد حاجه زي الشيب دوت. فهاجي اعمل لها سيلكشن بالشكل ده وابدا اشدها معايا واشتغل بيها معايا هناك يا صديقي العزيز. وطبعا هي بتتسحب معايا من غير اي صعوبه لان الشكل معايا اللي انا جايبه بي ان جي طبعا. ونفس الحكايه اللي عملناها هناك هنعملها هنا. تمام اهو بالشكل ده صديقي العزيز. وابدا اعمل كنترول جي واعمل كنترول تي بالمنظر ده واعمل لها فليب هوريزونتال الاول، وبعد كده اعمل الاثنين شيب امسكهم مع بعض واعمل لهم فليب فيرتيكال. كنترول تي واعمل لهم فليب فيرتيكال يا صديقي العزيز. وابدا اكمل شغلي معايا كده عادي. ثواني. كنترول جي الاول. تمام. بعد كده كنترول تي وفليب فيرتيكال بالمنظر ده وابدا اشتغل معايا يا صديقي العزيز. انا كده بقى معايا 3 اجزاء من الديزاين اقدر اشتغل في كل جزء احط فيه معلومات. هنا بتاعه الافراح مثلا فرح عائله كذا، هنا اسم العريس والعروسه ومكانه والعنوان وكل حاجه، وهنا التاريخ او الحاجه اللي انا عايز احطها مهمه، وطبعا اللي هو نتشرف بزياراتكم والكلام ده كله. تمام. كل الكلام ده انا هبدا اضيفه. طبعا هنا معايا بقى ايه اشكال القلوب يا صديقي العزيز اللي انا هبدا احط فيها اسامي العريس والعروسه اهيت. ومعايا جعل بينكم موده ورحمه لان دي هتكون ثابته معاك في معظم الشغل خلي بالك. فانا ممكن اخد موده ورحمه ديت وابدا احطها هي اول حاجه هنا كده. تمام. هنا كده في الجزء اللي فوق، وابدا اكبر السايز بتاعها كده مثلا نظرا لايه، نظرا للشيب اللي انا هشتغل بيه. واجي اخلي الشكل بتاعي هنا كده اهوت ماشي. وجعل بينكم موده ورحمه اهو. واجي هنا مثلا ممكن اظبط الشيب بتاعي شويتين بالشكل ده كنترول تي، واظبط الشكل بتاعي شويتين وابدا اعمل زوم اهو بالشكل ده صديقي العزيز. تمام. واجي هنا مثلا معايا بعد ما ظبطت وجعل بينكم موده ورحمه احط صوره اللي هو عريس وعروسه دوت كده. تمام.
واجي احطهم هنا كده يا صديقي العزيز، واصغر الحجم بتاعهم برضو على قد الجزء بتاعي اللي انا هحط فيه، وابدا اكتب هنا كده افراح عائله مش عارف ايه او كذا، او مثلا انا ممكن اعكسها الناحيه التانيه عشان يكون العريس والعروسه على اتجاه الكلام عادي جدا، وابدا احط التكست بتاعي زي ما انت شايف فين، زي ما انت شايف في الديزاين الاصلي اهي، بارك الله لكم ومش عارف ايه، بارك الله لكم دي بقى اللي هي اللي هي بتاع الجعل بينكم موده ورحمه، ممكن اخلي جعل بينكم موده ورحمه بدلها، بدل بارك الله لكما، وابدا احط تحتيها برضو شيب زي الشيبس ديت كده او اي شيب تاني، واكتب هنا افراح عائله كذا زي ما هو كاتب برضو. كل الكلام ده سهل وبسيط، بس اهم حاجه الاستايلات الاساسيه تكون عارف بتجيبها منين. قلنا الاستايلات ديت عشان هي شعبيه بتكون موجوده معاك على PNG وينج. طيب اجيبها ازاي يا باشمهندس؟ هاجي اكتب هنا كده مثلا وليكن مثلا اكتب ويدنج، تمام، ويدنج يعني فرح عشان تكون عارف اهي ويدنج كده الكلمه دي، وابدا اعمل لها سيرش، هيظهر لك كل الاشكال دي يا صديقي العزيز. تاخد انت بقى الاشكال اللي انت عايزها وتجمع براحتك لحد ما توصل للديزاينات اللي انا وصلت لها، لحد ما توصل لكل الشيبس اللي انا جبتها. عيش براحتك ودور، الموضوع معاك مفتوح، خلي بالك مفيش فيه اي صعوبه، عيش يعني انت دور براحتك. تمام، انا ممكن اكتب ويدنج كارد حد كمان، اكتب ويدنج تمام كارد عشان يبان معايا الديزاينات اللي هي بتاعت الكروت اهيت بالمناظر دي كده. طبعا برضو السيرش هنا مش احسن حاجه، فانت حاول انت بتعمل سيرش تكون ايه مبسط الدنيا على الاخر، يعني انا لما كتبت ويدنج بس كان جايب سيرش احسن من كده بكتير. تمام، او ممكن انت تيجي مثلا في سيرش جوجل وتيجي تكتب كارت فرح شعبي، تمام اهو بالمنظر ده كده، او كارت فرح عائله، تمام عائلي اهو كده، تبدا تعمل سيرش هيظهر لك كل كروت الفرح العائليه والحاجات بتاعتها لحد ما توصل لحاجه مثلا تكون معروضه على PNG وينج. تمام، وتبدا تاخد الصور اللي تظهر لك زي دي كده مثلا، او تنزل تحت شويه وتشوف الصور PNG، او هنا مثلا انا اكتب كارت فرح عائلي لون واحد، تمام بالشكل ده، وابدا اعمل سيرش هيظهر لي كل كروت الافراح ديت، هقدر ادخل واجيب الحاجه اللي انا عايزها واشتغل بيها الماتيريال نفسها. تمام، وابدا اوصل لكل الاشكال دي يا صديقي العزيز عادي جدا، وعيش ودور براحتك، الموضوع مفتوح مش مقفول. وطبعا عشان انا اسهل عليك الموضوع بتاع السيرش انا هسيب لك كل الماتيريال اللي انت شايفها قدامك دي عندك فين، عندك تحت في الديسكربشن. طيب يا باشمهندس، طب وجعل بينكم موده ورحمه جبتها منين؟ انت لو جيت كتبت هنا كده جعل بينكم موده ورحمه، تمام، وجعل بينكم موده ورحمه، هتلاقي ظهرت لك اكتر من واحده، في واحده على العرب فونتس مثلا ظهر لك هنا كده الاستريشن تقدر تاخدها تشتغل بيها، في عندك هنا كذا شكل تاني. لو دخلت على العرب فونتس حتى ذات نفسه هتلاقي عنده اشكال تانية غير جعل بينكم موده ورحمه، في جولد في ازرق. طبعا احنا مش عايزين الاشكال، ممكن نخش هنا كده على مخطوطات، تمام، وفي المخطوطات هتلاقي عندك المخطوطات بتاع جعل بينكم موده ورحمه وحاجات كتير، والف مبروك وبالتوفيق والنجاح والسلام عليكم. بص كل الكلام ده هنا موجود كتير جدا. تمام، دور براحتك وقلب ما بينهم براحتك، هتلاقي كل حاجه مع اطيب التمنيات ومع الشكر خالص، ماشي، واجمل التهاني، وعندك دعوه، كلمه دعوه هي اللي احنا بنحطها. تمام، ونيجي ندور براحتنا ونوصل للحاجه اللي احنا عايزينها طبعا عادي، ونشارككم افراحنا. تمام، عادي جدا، دور وخد كل الاشكال بتاعتك. طبعا انت كده عرفت هتجيب الكروت الشعبيه منين وكروت الافراح منين العائليه. كروت الافراح العائليه طيب ومن على عرب فورنز، الاشكال بتاعتك من على PNG وينج ومن على جوجل عادي جدا، وطبعا انا بعتهم لك عندك تحت في اللينك الديسكربشن. وغير كده يا صديقي العزيز ان انت لو عوزت كمان ان شاء الله باذن الله ماتيريال تانية كلمني وانا هضيفها لك غير الماتيريال اللي في المكتبه اصلا. يعني انت لو دخلت الماتيريال المكتبه، لو حد فيكم واخد المكتبه، تمام، هتلاقي عندك في ماتيريال المكتبه كروت افراح شعبي، تمام، هتلاقي موجوده عندك هنا كده في ملفات تقريبا اللي هي المكتبه V2، هتلاقي عندك كروت الافراح هنا كده في ملفات PSD اللي موجوده فيها كروت افراح شعبي، وعندك برضو في PSD اللي هو PSD 3 هتلاقي برضو فيها كروت افراح شعبي برضو هنا كده. دور وهتوصل لكروت الافراح الشعبي، انا حاططها في المكتبه، انا حاطط كميه كبيره جدا، وهتلاقي عندك هنا كميه كبيره جدا من ملفات PSD، ديزاينات موجوده تقدر تعدل عليها. تمام، يعني الموضوع سهل جدا وانا مسهل لك الموضوع. فان شاء الله باذن الله كده يبقى احنا خلصنا بالنسبه لنا حاجتين او 3 حاجات لحد دلوقتي، فاضل معانا حاجتين 3 كمان. شد حيلك، الموضوع انا عارف ان احنا طولنا قوي، بس شد حيلك اللي جاي اسهل واسهل ان شاء الله باذن الله. طيب يا صديقي العزيز، ويلا بينا بقى ننهي الفيديو بتاعنا باخر تاسكين معانا في طباعات الديجيتال. ايه هم اخر تاسكين معانا؟ اللي هم كروت الاسبوع، تمام، وبعد كروت الاسبوع يا صديقي العزيز معانا التاسك الثاني وهو شهادات التقدير. دول اخر حاجتين ديجيتال هنتكلم عنهم، والحمد لله نقدر نقول ان احنا اتمينا الطباعات الديجيتال كلها. اتكلمنا عن كروت الافراح، اتكلمنا عن كروت اللي هو الشخصيه، اتكلمنا عن الاغلفه، وهنتكلم يا صديقي العزيز عن اخر حاجتين وهم كارت الاسبوع وشهاده التقدير. وكده يبقى بالنسبه لنا الحمد لله احنا اتمينا كل الشغل. طيب تعال نخش على طول على السيرش بتاعنا وعلى اصول وورلد طبعا زي ما اتعودنا عشان نجيب فكره كارت الاسبوع. طبعا كارت الاسبوع قلنا مقاسه بيجي من برضو نفس المطبعه هي اللي بتقول لك، مش انت اللي بتحط بمزاجك.
فانا هاجي هنا كده مثلا معايا وادور معايا على كروت السبوع، يا اما في الباكجنج يا اما معايا فين، يا اما معايا تحت في الديزاينات اللي تحت. انا مثلا ممكن انزل في الديزاينات وابص على كروت السبوع اللي موجوده عندي، ابص كروت السبوع دي موجوده فين، تمام، وابدا اشوف هل في كروت سبوع هنا اصلا اقدر اخدها واشتغل بيها ولا لا. هنا طبعا في شهادات تقدير ودي هنرجع لها دلوقتي احنا شغالين اهي. دي مثلا فايل اهيت بتاع تصميم مناديل. اي حد شغال في تصميم المناديل خلي بالك هتفتح الموقع بيديك تقريبا 30 او 35 عمله، تمام، ودي ب 40 عمله، يعني سهل انك تحملها وتاخد كل الديزاينات دي تقدر تحمل تشتغل بيها في ديزاينات المناديل. خلي بالك عشان معانا ناس طبعا شغالين في الشغل ده اللي هو بتاع مناديل كتب الكتاب، الموضوع ده هيفيدك جدا. طيب نكمل سيرش لحد ما نوصل مثلا لكروت السبوع، او مثلا انا هنا عشان ما اخدش وقت كبير ممكن اتنقل على طول على باي هاندز واكتب كارت اسبوع على طول، تمام. اجي هنا اكتب كارت اسبوع في السيرش عندي وابدا ابص معايا هل في كروت اسبوع هنا ولا لا، تمام. وابدا بعد ما اعمل كارت اسبوع سيرش معايا هيظهر معايا ديزاينات كروت الاسبوع معايا، تمام. هاجي انزل ابص معايا على ديزاين لكارت اسبوع كويس، حاجه زي دي مثلا نيو بيبي دي كويسه، بس دي طبعا كارت تقطيع، تمام. انا عايز كارت يكون شغل عادي جدا، فابدا ادور معايا على كروت الاسبوع زي حاجه زي دي كده. طيب تعال نبص معانا على كروت الاسبوع ونبص الحاجات دي بتتعمل ازاي. اول حاجه والحاجه اللي انت لازم تفهمها ان كارت الاسبوع ده بيبقى على حسب المولود ولد ولا بنت. طيب في ديزاينات زي دي كده بتكون للولد وللبنت عادي جدا، لكن في ديزاينات بتكون معموله للولاد وفي ديزاينات بتكون معموله للبنات، تمام. طيب الديزاينات اللي للولاد اللون الاساسي فيها والمين كلر اللي هو الازرق. طيب الديزاين البناتي بيبقى اللون اللي هو البامبا او البينك، تمام، عشان دي الالوان الثابته بالنسبه لنا. اي الوان تانية زي دي كده بتنفع للاثنين يعني ولد او بنت. طيب انا هنا عايز اشتغل على الحاجات دي واجيب الحاجات دي يا باشمهندس، اجيبها منين؟ هدخل معايا هنا كده واكتب كلمه كيدز، تمام، بالشكل ده صديقي العزيز، تمام. واجي معايا بعد كلمه كيدز اعمل سيرش، تمام، هيظهر لي كل حاجه تخص الاطفال زي ما انت شايف حاليا. ممكن انا اجي اخد صور مثلا زي دي كده او اختار اي صوره من الصور اللي فيها اطفال وابدا اخدها. طيب انا ممكن ما اختارش صور من دي واشتغل انا من الصفر مع نفسي. تعال نحط مثلا مقاس وليكن افتراضا هيشتغل بالسنتيمتر، ونحط مقاس الكارت 5 في 7، تمام، وهنخلي الكارت بالطول ار جي بي 300، تمام، وابدا اشتغل. ممكن اجي اعمل مثلا الارضيه بتاعتي تكون الكلارايز بتاعها يكون مثلا ازرق، تمام، بالشكل ده كده. يعني مثلا لو هشتغل لولد فاختار درجه الازرق النيروزي، تمام. واجي معايا ابدا ادور على سحب يعني ايه؟ يعني سكاي يا صديقي العزيز. وابدا بعد ما عملت سيرش بكلمه سكاي اجيب حاجه فيكتورز عشان طبعا انا عايز كل الشغل بتاعي يكون فيكتور، تمام. واجي اكتب هنا كرتونيك قبلها عشان كل حاجه احنا محتاجينها بشكل كرتوني، تمام. فيظهر لي الاشكال ديت. ابدا اخد مثلا كرتونيك سكاي، انزل شويه وادور على شكل زي ده كده، تمام، واخد منه السحب دي وابدا اشتغل بيها. طبعا دي الستريشنز كلها وشكل زي ده كده ممكن اخد منه برضو السحب. تعال نجمع ماتيريال الاول، تمام. واجي هنا اكتب كرتونيك بيبي وليكن، تمام. واجي ابدا ادور اهو اشكال زي دي، شكل زي ده كده للولد، اعمل له ريموف باك جراوند بدل ما انزله بقى واقعد اشده من الاستريتور، لا اخليه كصوره، واخد الولد بالسحابه ديت وابدا اشتغل بيه. ثواني نشوف هل هيشيل الصوره صح ولا لا. وبعد يا صديقي عايز ما اشيل الصوره بشكل صحيح ابدا احمل صوره البيبي دوت. طيب بعد كده ممكن احمل ايه معايا تاني؟ ما فيش حاجه تانية يعتبر تتحمل اصلا. انا ممكن اجي هنا بقى على الداونلود واخد اول حاجه اللي هي صوره السحابه واجي اعمل لها اكستراكت، تمام، وابدا اخد السحابه بتاعتي يا صديقي العزيز وافتحها على الاستريتور. نفتحها على الاستريتور ونرجع من تاني. وليكن يا صديقي العزيز بعد ما السحب فتحت معايا بالمنظر ده ابدا اخد مثلا سحابه زي دي كده وادخلها معايا على الفوتوشوب. طيب هاخد الصوره دي كده وابدا اظبط السايز بتاعها طبعا واحطها في الكورنرز بتاعه الديزاين بتاعي بالمنظر دوت. وطبعا هكررها اكتر من مره وممكن اجيب اكتر من شيب مثلا، تمام، وابدا اشتغل بيهم زي كده يا صديقي العزيز. واجي هنا مثلا معايا اخد شيب تاني من الشيبس ديت، مثلا اخد حاجه مثلا زي ايه، اخد حاجه زي دي كده وابدا اخدها احطها في النص ما بينهم بالشكل ده كده، تمام، بالشكل ده. وابدا اخليها اكنها مكمله لبعضها البعض كده يا صديقي العزيز اهيت، تمام. وابدا بعد ما اخد شكل الشرايط دي مثلا معايا كوبي يا صديقي اللي عايز ادخل على الفوتوشوب واحط صوره الشرايط دي كده كنترول في واصغر حجمها واخليها في ورا السحابه كده اكن الهواء بيمشيها وبيحركها، تمام. وطبعا اقدر اكررها اكتر من مره واحطها مره تانية هنا كده برضو عشان تبان ان هي بتتحرك، تمام. وهاجي هنا معايا طبعا هبدا احط الريكتانجل بتاعي الكبير اللي هيلم الديزاين بتاعي كامل. طبعا استنى عليا بس نظبط الديزاين بتاعنا بالشكل ده عشان ده هيكون كل حاجه. وطبعا انا ممكن اجي مثلا اجي بالبراش تول بتاعتي احط لاير فاضيه واجي هنا كده على الباك جراوند نفسها اجي اخد الكلرايز بتاع الباك جراوند وافتح اللون بتاعه، افتح حاجه مثلا واجي هنا على الباك جراوند بتاعتي واجي على البراش واخلي الهاردن الصفر واخبط خبطه كده صغيره في الشاشه بحيث انها تفتح لي لون الباك جراوند زي ما انت شايف حاليا، تمام. واجي هنا معايا صديقي العزيز وابدا احط مثلا وليكن ريكتانجل على التصميم بتاعي ده بالشكل دوت كده بالشكل الطولي دوت. واجي للريكتانجل ده اخلي باللون الابيض،
تمام، وارفعه فوق كل الديزاينات بتاعتي، واعمل له راوند حوالين الشيب بتاعي 50 درجه مثلا بالشكل دوت. تمام، واظبط السايز بتاعه على قد الامان بالظبط. خلي بالك يعني انا شغال على قد الامان، لان انا كده كده حافظ شكل الامان هيكون عامل ازاي. ما تقلقش، انا عارف انا بشتغل ازاي، لان بقالي كتير بعمل الديزاينات دي. واجي هنا اجيب ديزاين زي مثلا السحاب ده واخليه فوق الشيب بتاعي. تمام، ولكن هعمل له شادو بسيط كده عشان يبان معايا ان هو محطوط على الشيب من فوق. هصغر السايز واصغر الديستانس اللي ما بين الشيب وبعضه، واظبط الدنيا بتاعتي كده مرتين ثلاثه. تمام اهوت يا صديقي العزيز بالشكل دوت. وهاجي تحت مثلا واحط بقى صوره البيبي اللي انا حملتها اللي هي ديت. تمام بالشكل ده. ونيجي معانا بقى يا صديقي العزيز، بعد ما حطينا البيبي وقصينا الجزء اللي كان طالع تحت، نبدا نخش على المرحله الجايه، ان انا ممكن احط بقى بلالين هنا او اي حاجه اشكال اكمل بيها. بس اهم حاجه تبقى واخد بالك ان انت تشتغل بهنا لازم تشتغل باشكال فيكتورز. طيب انا ممكن اجي مثلا على الريكتانجل بتاعي وابدا اعمل له شادو عشان يظهر معايا ان هو بارز عن الظهر بتاع الصوره. تمام، طبعا دي اختياري يعني مش اجباري، يعني انت لو حاسس ان الموضوع بتاعك مستاهل كده اعمل كده، مش مستاهل ما تحطش شادو. وابدا بقى ارص الكلام بتاعي، فرحتنا ومولودنا واسم المولود ومش عارف الدم شرب عسل شربات دوت والكلام ايه الانشا اللي بيتحط دوت. تمام. طيب في حاله ان خلاص بقى وظبطت الدنيا يا باشا، رندر وسلم للمطبعه. المطبعه بتعمل ايه؟ بتبدا تخش في مرحله التجميع. مرحله التجميع دي ان هو ياخد التصميم دوت يحط كذا تصميم منه جنب بعض على الورقه ال 30 في 40 عشان يملى الورقه، ويطبع لك في الورقه الواحده مثلا 50 60 كارت اسبوع. فاهم قصدي؟ هي دي كل الفكره. طيب تعالوا نخش على بعد كده، وهي اخر حاجه معانا، وهي شهادات تقدير. واقدر اقول لكم اورفوار، والله خلاص استمتعت قوي بالرحله ديت، وفعلا خلاص قربنا نخلص فوتوشوب اهو الحمد لله. فاضل لنا فيديو واحد كمان نخلص فيه المطبوعات البانر والبلوتر، وندخل بقى على التقيل كله في الالستريتور والانديزاين والبريمير برو. ولسه معانا ليله كبيره. بس ايه، بس خليك متابع اهم حاجه، لان ان شاء الله باذن الله احنا مش ناويين نسيب اي حاجه الا لما نغطيها ونكملها. وان شاء الله باذن الله نبدع ان شاء الله الفتره الجايه كتير جدا، واشوف مستواكم دوت على ارض الواقع. وان شاء الله باذن الله اشوف كلكم في احسن الاماكن واصحاب شركات. وغير كده ان انتوا في الاول تشتغلوا مع شركات كبيره او مطابع كبيره وتاخدوا مرتبات كويسه ان شاء الله باذن الله. يلا بينا على اللي بعده، يلا بينا. دخلنا يا صديقي العزيز على المرحله اللي بعدها، وهي ان احنا محتاجين نعمل شهادات تقدير. انا مثلا ممكن اجي ابص معايا على شهادات تقدير مثلا حاجه زي دي. في حاجات زي دي احنا نيجي نبص لها تلاقي الشكل الخارجي بتاعها. مثلا انت تيجي تقول والله الموضوع صعب قوي يا باشمهندس. الموضوع مش صعب ولا حاجه يا صديقي العزيز، الموضوع بسيط جدا وجدا جدا فوق ما تتخيل. والشهادات زي دي كده خلي بالك، الشهادات دي كلها اللي انت شايفها قدامك دي يعني موضوعها سيرش بسيط جدا. لو دخلت هنا كده تمام وبدات تشيل مثلا فيكتورز وكتبت هنا كده اللي هي شهاده تقدير او سيرتيفيكيت بمعنى الكلمه سيرتيفيكيت، تمام بالمنظر ده كده هيبدا يظهر لك كل شهادات تقدير انت ممكن تشتغل بيها. هتيجي تقول طب يا باشمهندس انا محتاج اعمل ديزاين مختلف. الديزاين المختلف ده بيكون لديزاينات معينه، زي مثلا شهاده التقدير بتاعتي انا زي كواحد صاحب اكاديميه بعمل شهاده تقدير مختلفه شويه، لكن معظم الشهادات التقدير بتكون بالمناظر ديت. طيب تعال نبص لحاجه زي اللي انا عاملها دي ونرجع تاني. تعالى مثلا نبص لحاجه زي دي كده يا صديقي العزيز. الحاجه دي انا كنت عاملها ايام زمان جدا اول ما فتحت الاكاديميه بتاعتي الاولانيه اللي هي خلاص يعتبر دلوقتي انا سبتها. تمام، كانت الشهاده دي انا كنت عاملها للشباب اللي عندي لاتمامهم كورسات الميني جرافيك والجنرال جرافيك وهكذا. تمام، طبعا الشهاده دي انا كنت عاملها بايدي من الصفر، وكنت عاملها يعني بص كده كميه اللايرز اللي فيها كنت جايب باك جراوند ومظبط ريكتانجل ومظبط فيها اشكال وحاجات كتير جدا. طيب ده ليه؟ ده لان انا كنت حابب اعمل حاجه متميزه. لكن معظم الناس اللي في السوق مش بتعمل حاجه متميزه، لا بيشتغلوا يا صديقي العزيز بايه؟ بيشتغلوا بالشهادات التمبلتس الجاهزه ديت. طيب انت ايه السهل عندك؟ خش هات تمبلت تعدل عليك كلمتين وريح دماغك. طيب جه عميل عايز شهاده زي الشهادات اللي انت شايفها قدامك ديت، دي بتعمل ازاي يا باشمهندس؟ لو انت اخدت بالك كل الشهادات دي عباره عن ريكتانجلز واشكال موجوده اصلا في الشهادات الاصليه. يعني مجرد ما تحمل اي شهاده من الشهادات دي خد منها الاشكال اللي انت عايزها وحطها في الشهاده بتاعتك، وابدا بقى ضيف انت عليها الكلام بتاعك. كل شهادات تقدير عباره عن قوالب وتمبلتس، مفيش اي حاجه فيها بتكون مختلفه. مفيش حد يجي يطلب منك شهاده تقدير بشكل غير الاشكال اللي انت شايفها قدامك دي. تمام، فشهاده تقدير يعتبر شرحها اصلا معدوم، لان انت هتحمل تم تعدل عليه خلصت الفكره. هتيجي تقول طب انا عايز اتعلم يا باشمهندس اعمل التم ده بايدي. هقول لك الموضوع ده يطول شرحه، بس سيبه لاخر الكورس ان شاء الله باذن الله. لو لقيت ان انتوا في ناس كتير محتاجه حاجه زي دي هشرحها في اخر الكورس. طيب وبكده نكون نقدر نقول الحمد لله ان احنا اتممنا الشغل الديجيتال بتاعنا كله وخلاص الحمد لله. داخلين بقى دلوقتي على مرحله الشغل البنرات والفينيل، واللي جاي كله اسهل. صعب كله عدى خلاص، اللي جاي كله اسهل ان شاء الله باذن الله. طبعا الفتره الجايه هتكون فتره جميل جدا. انتوا لو تعبتوا في الاول فانتوا هتلاقوا الثمار بتاعتكم في باقي البرامج وفي باقي الشغل بتاعنا. ما تعبتوش في الفوتوشوب في كل الفتره اللي احنا اشتغلناها دي، يبقى انت مش هتلاقي اي حاجه ومش هتلاقي راحه في الايام الجايه. فالاحسن يا صديقي العزيز الناس اللي تعبت في الفيديوهات من الاول ان شاء الله باذن الله هتلاقوا ثمار كل التعب
ده دلوقتي في الفيديوهات الجايه، لان احنا داخلين ان شاء الله باذن الله على الاستريتور، والاستريتور برنامج يعني كله معتمد على الفوتوشوب والانديزاين نفس الحكايه. بريمير برو هيكون معتمد اعتماد كلي على حاجات تانية، بس يعني كلهم ليهم علاقه ببعض. فاللي تعب في فوتوشوب يا صديقي العزيز هيستريح في الباقي، اللي ما تعبش والله في قدام مش هيكون مستريح خالص، بل هيحس ان باقي البرامج اصعب بكتير. وبس كده يا صديقي العزيز، انا طولت عليك جدا، فاقدر اقول لك اشوفك في فيديو جديد. سلام.